بيبدأ الفيلم بتاعنا في واحدة من غابات أفريقيا، وبنشوف الحيوانات كلهم وهم في انتظار تقديم مولود ملك أرض العزة مفاسا، واللي بيكون من ضمن الحضور الطائر زازو والقرد الحكيم رفيقي اللي بيهني الملك مفاسا بمولود الجديد سيمبا، وبيعمل له شوية طقوس وبياخده بيقدمه للحيوانات والطيور اللي بيكونوا فرحانين بيه جدا لأنه في المستقبل هيبقى ملك عليهم. وبعدها بيبدأوا كلهم ينحنوا ليه. وفي مكان تاني بنشوف فار بيدور على أكل ياكله، لكن بيمسكوا الأسد ده واللي اسمه سكار وبيقول له دنيا ملهاش امان، اهو انا اللي هبقى في يوم ملك الغابه ولا انت هيطلع عليك يوم تاني. ولسه هياكله بيروح له زازو بيعرفوا ان الملك مفاسا جاي وراه، وبيقول له احسن لك انك تلاقي عذر تقوله للملك تبرر بيه غيابك عن الاحتفال. ساعتها بيتضايق من تهديد زازو ليه وبيسيب الفار وبيهجم عليه وبيحطه في بقه. وقتها بيوصل مفاسا وبيأمره يسيب زازو، فبيخرجه بيقول له اخويا الكبير تعاطف ونزل يتفقد الرعايه. فبيتضايق مفاسا من طريقه كلامه وبيقول له انه ما شافوش النهارده في حفله تقديم سيمبا. فبيتضايق سكار لما بيسمع اسمه وبيرد عليه ببرود انه ما كانش يعرف ان حفله تقديمه النهارده. فبيزعق له زازو وبيقول له كونك اخو الملك فكان لازم تبقى اول الصف. فبيرد عليه انه كان اول الصف لحد ما جه سبع البرومبا. فبيتعصب مفاسا وبيقول له سبع البرومبا ده يبقى ابني وبكره هيبقى ملك عليك. فبيتريق سكار على كلامه وبيمشي. فبيروح مفاسا وراه وبيساله هو كده بيتحداه. فبيفهمه انه طبعا ما يقدرش يتحداه لانه ضعيف وتافه. وبعدها بنشوف القرد رفيقي وهو بيرسم على الشجره صوره سيمبا ملك ارض العزه في المستقبل. وبتعدي الايام وبنشوف سيمبا بعد ما كبر شويه وبنلاقيه بيتفرج على ارض العزه بانبهار. فبيروح يصحي باباه علشان يعرفوا كل حاجه عن ارض العزه. فبياخدوا باباه على اعلى منطقه في المملكه وبيقول له شوف يا سيمبا كل حاجه تحت الشمس تبع مملكتنا، وبيعرفوا انه هيملك حكم الارض دي من بعده. فبيسالوا سيمبا عن المكان الضلمه اللي هناك ده، فبيفهموا ان المكان ده خارج حدودهم وبيحذروا انه يروح هناك. وبعدها بيتمشوا مع بعض في المملكه وبيقول له مفاسا ان الملك الحقيقي لازم يحترم كل الحيوانات من اول النمله لحد اكبر حيوان. وقتها بيجي لهم زازو وبيعرف مفاسا اخبار المملكه. فبيسيبهم سيمبا وبيروح ينقض على حشره لكن ما بيعرفش وبيتضايق. فبيشوفوا مفاسا وبيروح يعلمه ازاي ينقض وبيحط عينه على زازو وبيأمره انه يلف ويديهم ظهره. فبيلف زازو ومفاسا بيخلي سيمبا ينزل على الارض خالص وما يعملش صوت، وبيقدر فعلا بعدها ينقض على زازو وبيضحك عليه مفاسا. فبعدها بيقوم زازو المسكين وبيعرف الملك ان في ضباع في ارض العزه ودي حاجه ممنوع انها تحصل. فقبل ما يروح يطردهم بيأمر زازو انه يروح سيمبا على البيت. فبيطلب سيمبا منه انه يروح معاه لكن مفاسا بيرفض وبيمشي. فبيروحوا زازو وهو بيقول له انه لما هيكبر هيعمل كل حاجه بيعملها باباه. وبعدها بيروح سيمبا لعمه سكار وبيحكي له ان باباه لسه موريله المملكه كلها اللي هيحكمها لما يكبر. فبيتضايق سكار من كلامه بس بيستغل الحكايه دي وبيساله يا ترى باباك وراك كمان الحته الضلمه اللي على الحدود الشماليه؟ فرد عليه سيمبا لا، وحذرني انه عمري ما اروح هناك. فبيقول له طبعا مقبره الافيال مكان خطير وما يروحوش الا الاسود الشجعان. فسيمبا اول لما بيعرف بيبقى عنده فضول انه يروح لهناك. فساعتها سكار بيفرح ان خطته ماشيه زي ما هو عايز. فبيروح سيمبا الليله وبيقول لها تعالي انا عرفت لك مكان جنان. فبتساله مامته سرابي والمكان الجنان ده يطلع فين؟ فبيقول لها ده عند نبع الميه. فبتتضايق ليلى لان المكان ده مش جديد عليهم، بس بيعمل لها حركه بتفهم منها ليلى انه يعرف مكان بجد بس مش هينفع يقوله قدام مامته. فبيروحوا هما الاتنين يستأذنوها يروحوا يلعبوا عند نبع الميه. فبتوافق مامته بس بشرط انهم ياخدوا زازو معاهم. وفي الطريق بيعرفها سيمبا ان المكان اللي هو يعرفه اسمه مقبره الافيال. فبتتحمس ليلى جدا انها تروح لهناك. فبيقول لها انهم علشان يروحوا المكان ده لازم يخلصوا من زازو الاول. فبيغني هو وليلى وبيجمعوا الحيوانات وبيفضلوا كلهم يرقصوا وهم مبسوطين. ومره واحده بيقع وحيد القرن على زازو المسكين وبيقدروا هما الاتنين يزوغوا منه. وبعدها بيوصلوا لمقبره الافيال وبينبهروا بالمكان المرعب ده. ولسه هيدخلوا جوه جمجمه فيل بيلحقهم زازو وبيمنعهم وبيعرفوا منهم كلهم كده في خطر حقيقي. فبيتريق سيمبا وبيقول له انا بضحك في وش المخاطر. وقتها بيخرج لهم 3 ضباع فبيخاف منهم زازو وبيطلعوا يجروا كلهم لحد ما واحد فيهم بيمسك زازو. وبيكتشف سيمبا ساعتها ان زازو مش معاهم فبيرجع علشان ينقذوا من ايديهم. فبيهجموا عليه هو وليلى وبيطلعوا يجروا وراهم لحد ما بيحاصروهم في مكان وبيقربوا منهم علشان ياكلوهم. ساعتها بيوصل مفاسا في الوقت المناسب وبينقض عليهم وبيحذرهم انهم ما يقربوش من ابنه تاني. فبيقولوا له ماشي وبيطلعوا يجروا من قدامه. بعدها بيقرب منه سيمبا وبيعتذرله لكن باباه بيبقى متضايق من اللي هو عمله جدا وبيمشي كلهم من المكان اللي سكار كان بيراقب منه كل اللي حصل. وفي الطريق مفاسا بيأمر زازو انه يروح ليلى على البيت علشان عايز يعلم ابنه درس. وبعد ما بيمشوا بينده عليه وبيقول له انه خاب امله فيه لانه تعمد
يعصى امره وكمان عرض حياه لالا للخطر. فبيحس سيمبا بالكسوف من اللي هو عمله وبيقول له ان هو بس كان عايز يبقى شجاع زيه. فبيرد عليه انه بيبقى شجاع لما بتحكمه الظروف، وبيعرفوا انه كان خايف عليه جدا النهارده لحسن يفقده. فبيفرح سيمبا بحب باباه ليه وبيلعبوا هما الاتنين مع بعض. فبيقول سيمبا لباباه انهم اصحاب وانهم هيفضلوا مع بعض على طول. فبيقول لمفاسا ان وقت ما تحس بالوحده بص للنجوم وتخيل ان ملوك الماضي شايفينك من خلالها. وفي الوقت ده سكار بيروح للضباع وهو متضايق منهم لانهم ما قدروش يخلصوا على سيمبا. فبيفهموه انهم ما قدروش يخلصوا عليه لانه ما كانش لوحده. فبيعرفوا مسكار ان الخطه اللي جايه هيقتلوا فيها مفاسا. فطبعا كلهم بينصدموا. فبيوعدهم انهم لو ساعدوه انه يخلص من مفاسا ساعتها هو هيحكم ارض العزه وهيخلي كل الضباع تعيش مع باقي الحيوانات. وبيوعدهم كمان انه يخلصهم من الجوع. فكل الضباع بتفرح وبيحيوا الزعيم بتاعهم. وتاني يوم الصبح سكار بياخد سيمبا وبيوقفه على صخره وبيقول له خليك هنا علشان باباك محضر لك مفاجاه جنان. فسيمبا بيبقى عنده فضول يعرف ايه هي المفاجاه، لكن سكار بيرفض يقول له حاجه وبيحذره انه يتحرك من المكان وبيسيبه وبيمشي علشان يروح يدي اشاره للضباع انهم يبداوا ينفذوا الخطه. فبيهجموا كلهم على قطيع البقر الوحشي وبيخلوهم يطلعوا يجروا كلهم ناحيه المكان اللي فيه سيمبا. فسيمبا اول لما بيشوفهم بيخاف وبيطلع يجري باقصى سرعه عنده علشان ينقذ نفسه. ومن الناحيه التانيه بيروح يعرف سكار مفاسا ان القطيع بيجروا في الممر اللي فيه سيمبا. فبيجري مفاسا بسرعه لهناك وبيكون معاه سكار وزازو اللي راح يطمن سيمبا ان باباه جايله في الطريق. وبعدها بيروح يعرف مفاسا مكان سيمبا. وقتها بيخاف زازو عليهم جدا فبيقول لسكار انه هيروح يطلب نجده. فبيخبطوا سكار في الجبل فبيقع زازو وبيغمى عليه. اما مفاسا فبيقدر ينقذ سيمبا وبيحطه في مكان امان، بس القطيع بعدها بيوقعوه. فسيمبا بيخاف عليه وما بيكونش شايفه خالص، بس بعدها بيظهر وبينط على الجبل علشان ينقذ نفسه. فبيطمن سيمبا وبيروح يشوفه من الناحيه التانيه. وقتها مفاسا بيحس بالخطر وبيطلب من اخوه انه ينقذه، لكن اخوه بيغدر بيه وبيرميه من على الجبل. ساعتها بيشوفوا سيمبا وبيفضل يصرخ وبعدها بينزل له وبيلاقيه مرمي على الارض. فبيخاف سيمبا وبيروح يطلب منه يصحى ويروح معاه على البيت. ولما بيلاقيه مش بيرد عليه بيفهم انه مات، بس بيبقى مش مصدق ان ده حصل. فبيفضل ينده على اي حد علشان يساعدهم بس ما بيلاقيش رد. فبيفضل يعيط وبيروح ينام في حضن باباه. وقتها بيروح له سكار وبيقنعه ان هو السبب في موت مفاسا وبينصحه انه يسيب ارض العزه ويهرب، لان لو حد عرف ان هو السبب في موت مفاسا هيعتبروه قاتل وهيخلصوا عليه. فبيصدقوا سيمبا وبيهرب. فبعدها سكار بيطلب من الضباع انهم يخلصوا عليه وفعلا بيطلعوا يجروا وراه وسيمبا بيطلع يجري منهم لحد ما بينزل في مكان خطر وبيخافوا كلهم ينزلوا وراه، بس بيحذروه انه لو رجع هنا تاني هيخلصوا عليه. وقتها بيروح سكار يعرف سرابي واصحابها ان سيمبا ومفاسا ماتوا وبيعلن نفسه ملك الغابه وانه هيعمل عهد جديد تتحالف فيه الاسود مع الضباع. والقرد الحكيم رفيقي بيعرف باللي حصل فبيزعل جدا على موت سيمبا ومفاسا وبيمسح صورته من على الشجره. وفي مكان تاني بنشوف سيمبا وهو مغمى عليه من كتر التعب وبيتلم عليه مجموعه طيور مفترسه علشان ياكلوه، لكن بينقذوا منهم نمس وخنزير اسمهم تيمون وبومبا. بس بيخاف منه تيمون لما بيعرف انه اسد فبيقرر يسيبه ويهرب، لكن بومبا بيطمنه وبيقول له انه اسد صغنون وبيقترح عليه انه يخليه معاهم اهو لما يكبر يحميهم من اي وحش يهجم عليهم. فتيمون بتعجبه الفكره وبياخدوه وبيفوقوه بالميه. فاول لما سيمبا بيفوق بيشكرهم وبيمشي وهو حزين. فبيلاحظ تيمون حزنه ده فبيروح له هو بومبا علشان يهونوا عليه. فبيقول لهم سيمبا لو عاوزين يساعدوه يغيروا الماضي. فبيفهموا تيمون ان الاحسن انه يرمي الماضي ورا ظهره لان اللي حصل حصل وما يقدرش يغيره. وبيعرفوه على حكمه هم عايشين بيها اسمها هاكونا ماتاتا. فبيسالهم يعني ايه؟ فبيقولوا له يعني اشتري دماغك وادي ظهرك للماضي وركز بس في المستقبل. وبيعرفوا بومبا ان الحكمه دي هتحل له كل مشاكله. فبيقتنع سيمبا بحكمه هاكونا ماتاتا وبيقرر ينسى الماضي. وبعدها بياخدوه تيمون وبومبا وبيفرجوه على المكان الجميل اللي هم عايشين فيه. فبينبسط سيمبا وبيقول لهم انه جعان لدرجه انه ممكن ياكل فيل. فبيعرفوه على الاكل بتاعهم فبيجرب ياكله وبيلاقي ان الاكل عجبه. وبتعدي سنين وبيكبر سيمبا وسطهم وبيبقى شبه باباه وبيكون مبسوط جدا بالحياه معاهم وبنلاقيه لسه عايش بحكمه هاكونا ماتاتا. وبنشوف ارض العزه بعد الفتره دي كلها فبنلاقيها بقت خرابه وضلمه. وبنشوف سكار وهو حابس زازو المسكين وعامله راديو بيخليه يغني له اغاني سعيده. فهو بيغني له بيجيب سيره مفاسا فبيتعصب سكار عليه وبيقول له اياك تجيب سيرته تاني. وبيعرفوا ان هو ملك الغابه. فبعدها بيدخلوا له الضباع اصحابه وبيعرفوه انهم مش لاقيين لا اكل ولا ميه. فبيقول لهم مش مشكلتي وبيطردهم. وبعدها بنشوف بومبا وهو بيسال تيمون عن النقط المنوره دي فبيرد عليه بكل ثقه
ثقة انهم دبان منور لازق في السجادة الزرقاء اللي فوق دي. ولما بيسألوا سيمبا عن رأيه بيقول لهم ان في حد زمان قال له انهم الملوك الماضي، فبيتريقوا وبيضحكوا على الكلام اللي اتقال له. فسيمبا بيفتكر باباه وبيسيبهم وبيروح يقعد لوحده. وتاني يوم تيمون وبومبا بيتمشوا في الغابة، بس بومبا بيسيب تيمون وبيروح يصطاد حشرة، لكن بيتفاجئ لما بيشوف ليلى وهي عايزة تنقض عليه، فبيهجم عليها سيمبا وبيضربوا بعض. بس بعدها سيمبا بيعرف انها ليلى وبيعرفها ان هو سيمبا، ففي الاول بتستغرب بس بعدها بتفرح انه لسه عايش. وبيعرف تيمون وبومبا على لالا صاحبته اللي بتقول لسيمبا ان الدنيا هتتقلب لما الكل يعرف انه لسه عايش، وخصوصا مامته. فبيقول لها سيمبا ان مش لازم حد يعرف عنه حاجه، فبتقول له ليه؟ طالما انك عايش فده معناه انك انت الملك. فبيتعصب عليها وبيقول لها انه مش الملك. فبتطلب لالا من تيمون وبومبا انهم يسيبوهم لوحدهم. فبعد ما بيمشوا بتساله طالما انت عايش الفتره دي كلها ليه ما رجعتش لارض العزه؟ فبيقول لها انه بعد علشان يعتمد على نفسه. فبتقول له بس احنا كلنا محتاجينك، انت الملك. فبيرجع يقول لها تاني انه مش الملك وسكار هو الملك. فبتعرفه ان سكار ساب الضباع يستولوا على ارضهم اللي بقت خراب وما فيهاش لا اكل ولا ميه، وبتطلب منه انه يتدخل بسرعه قبل ما تحصل مجاعه. فبيرفض سيمبا انه يرجع. فبتساله ليه؟ فبيرفض يعرفها اي حاجه. فبتنصدم لالا فيه وبتقول له انه مش سيمبا اللي هي تعرفه وبتمشي. وبالليل بيظهر لسيمبا القرد الحكيم رفيقي وبيروح يقول له انه عارف انه سيمبا ابن مفاسا، وبيقول له كمان ان هو عارف مكان مفاسا. فبتحمس سيمبا جدا انه يروح يشوفه، فبيطلب منه انه يجي وراه. فبيجري وراه سيمبا لحد ما بيوصل القرد رفيقي لبحيره، وبيطلب منه انه يبص فيها. فبيبص سيمبا وبيشوف باباه، فبيقول له القرد رفيقي ان باباه عايش جواه. فبيبص بعدها سيمبا للنجوم، فبيشوف باباه وهو بيقول له تذكر انت مين، انت الملك الحقيقي. وبعدها بيختفي. فبيقول للقرد رفيقي انه مش عايز يرجع علشان الماضي بيألمه، فبيضربه. فبيسأله انت بتألمني ليه؟ فبيقول له ما يهمكش، ده كان في الماضي. وبيعلمه درس وهو ان الماضي ممكن يوجع، فيا اما تهرب منه يا اما تتعلم منه. فساعتها بيتشجع سيمبا وبيعرفوا انه راجع لارض العزه. فبيفرح القرد الحكيم رفيقي جدا، وبيروح يعرف تيمون وليلى وبومبا ان سيمبا راح يواجه عمه. فتيمون ما بيكونش فاهم حاجه، فبتفهمه ليلى ان سيمبا رايح يحارب عمه سكار علشان يسترد ارضه. وبنشوف سيمبا بعد ما رجع لارض العزه وبتفاجئ ان المكان فعلا بقى خراب ومبقاش فيه ولا زرع ولا نور زي زمان. ساعتها بتوصل ليلى وبتساله ايه اللي رجعه، فبيقول لها ان دي مملكته ولازم يحميها. فبتفرح وبتعرفوا ان هي وتيمون وبومبا هيساعدوه. فبيطلب من تيمون وبومبا انهم يروحوا يشغلوا الضباع اللي واقفين قدام بيت سكار. فبيعملوا كده وبينجح سيمبا وليلى انهم يعدوا. فبعدها بيطلب سيمبا من ليلى انها تروح تنده لمامته واصحابها، بس بعدها بيتفاجئ بسكار وهو بيزعق لمامته وبيضربها. فساعتها سيمبا بيزقر وبيروح لمامته اللي كانت فاكراه مفاسا، بس هو بيعرفها ان هو سيمبا. فبيتضايق سكار انه لسه عايش وبيبص بغيظ للضباع. فبعدها بيقرب منه سيمبا بيخيره يا اما يتنازل عن الحكم يا اما يحارب. فبيروح سكار يعرف سرابي واصحابها ان سيمبا هو السبب في موت مفاسا، وبيقول قدام الكل ان هو قاتل. وبيفضل يقرب منه وهو بيقول له ان لولا اللي عمله كان زمان مفاسا عايش. وبيفضل سيمبا يرجع لحد ما بيقع من على حافه الجبل، فالضباع بتولع نار من تحتيه. وبيعرفوا سكار قبل ما يموت انه موت مفاسا بنفس الطريقه دي. فبينط سيمبا وبيهجم عليه وبيجبره يعترف قدام الكل ان هو اللي قتل مفاسا. وفعلا بيعترف، وبعدها بتقوم حرب بين الاسود والضباع وبيدخل فيها تيمون وبومبا وكمان القرد رفيقي. فسيمبا بيسيب الحرب وبيدور على سكار اللي بيلاقيه كان عايز يهرب، فبيجري وراه وبيلحقه وبيقرب منه علشان يخلص عليه. فسكار بيخاف وبيترجى ما يقتلوش، والضباع بيسمعوه وهو بيقول ان الخطه اللي خلص بيها على مفاسا كانت خطه الضباع. فسيمبا ما بيصدقهوش وبيقول له انه مش هيقتله على شرط انه يمشي ويسيب ارض العزه. فبيوافق سكار وبيمشي من قدامه بمنتهى الهدوء، ومره واحده بيغدر بيه. فبيهجم عليه سيمبا وبيضربه، وسكار بيقدر يوقعه وبعدها بيهجم عليه، بس سيمبا برجليه بيوقعه من على الجبل، بس ما بيحصلوش حاجه. وبيروحوا له الضباع وبيتفاجئوا لما بيلاقوه بيقول لهم يا اصدقائي. فبيتريقوا على الكلمه وبيهجموا عليه وبياكلوه. وبعدها بيعلن سيمبا نفسه ملك الغابه. وبتعدي سنين وبترجع ارض العزه زي ما كانت، وسيمبا بيتجوز ليلى وبيخلفوا شبل صغير بيحتفلوا بيه. بيبدأ الفيلم بأب بينقذ ابنه وزوجته من سفينتهم اللي بتتدمر، وبعدها بينط وراهم وبيركب معاهم القارب وبيحضن مراته وبيطمن على ابنه الرضيع. وتاني يوم بيشوفوا جزيرة وبيقرروا انهم يبنوا بيت على الشجرة العملاقة دي، وبيبدأوا يساعدوا بعض بالامكانيات اللي حواليهم وبيعملوا بيت جميل جدا. وعلى نفس الجزيرة بنشوف عيلة من الغوريلات عايشين مع بعض في سعادة، وكيشاك زعيمهم وزوجته كالا بيكونوا فرحانين بابنهم الصغير وبيلعبوا معاه. وفي يوم وهم نايمين
بيشوف ابنهم ضفدع فبيسيب باباه ومامته وبيجري وراه، بس للاسف بيشوف الفهد وبيطارده عشان ياكله، وباباه ومامته بيسمعوا صوته بس ما بيلحقوش ينقذوه من الفهد اللي بيكون خلاص هجم عليه واكله. وفي يوم بتسمع الغوريلا كالا صوت عياط بيبي، فبتروح ورا مصدر الصوت وبتلاقيه جاي من البيت اللي على الشجره، فبتدخل البيت وبتلاقيه متبهدل وبتشوف بندقيه واثر دم على الارض، وبتشوف بعدها صوره عيله، فبتفهم ان الفهد اكلهم كلهم. بس بعدها بتسمع صوت البيبي تاني وبتلاقيه متغطي، فبتشيل الغطا وبتشوف بيبي صغير بيفرح لما بيشوفها وبيكون عايزها تشيله، فبتشيله فعلا وبتفضل تستكشفه وبتكون فرحانه بيه وبتفضل تحضنه بكل حب وحنان. وفجاه بيظهر لها الفهد وبيهجم عليها عشان عايز ياكل البيبي اللي معاها، فبتحميه كالا وبتقع هي والفهد من الشباك، فبيضربها الفهد فبيقع من ايديها البيبي غصب عنها وبينزل جوه شبكه، فبيروح وراه الفهد عشان ياكله، بس كالا بتمنعه انه يقرب منه، لكن هو بيقدر يفلت منها وبيقرب اكتر من البيبي، فبتشوفه كالا من بين الخشب، فبتمسكه من كفولته وبتجري بيه وبتنط جوه القارب اللي بينزل بيها، وفي نفس الوقت بيربط الفهد وبيعلقه من رجليه. وبعدها بترجع كالا للقطيع بتاعها اللي بيكونوا بيدوروا عليها، وبتوريهم البيبي اللي لقيته في الغابه، فبيستغربوا كلهم، وبتسالها غوريلا عسوله اسمها توكا وبتقول لها ايه البتاع ده يا طنط، فبتضحك كالا وبتقول لها ده بيبي، وبتعرفها انها هتربيه وانها من النهارده هتكون امه. فكشاك جوزها بيقول لها انه مش هيعوضهم ابنهم اللي راح لانه مش منهم، وبيطلب منها انها ترجعه لمكان ما جابته، فبتتفاجئ كالا من طلبه وبتقول له انها لو سابته هيموت وانها عايزاه، وبتعرفه ان الفهد قتل كل عيلته وان ما فضلش حد غيره. فكشاك بيضطر انه يوافق انه يفضل معاها، فبتفرح كالا، فبيقول لها بس ده مش معناه انه هيبقى ابني، وبيأمر عيلته انهم هيباتوا هنا الليله دي. وبتروح توكا لكالا وبتعجب بشكل البيبي قوي وبتسالها هتسميه ايه، فبتقول لها طرزان. ومن وقتها وكالا بتعامل طرزان بكل حب وحنان زي اي ام، وبتلعب معاه وكمان بتنيمه جنبها. وبتعدي السنين وفي يوم بتصحى كالا ما بتلاقيش طرزان جنبها، فبتتخض وبتخاف لا يكون حصل له حاجه وحشه، وفجاه بيظهر طرزان اللي بيكون مستخبي من مامته عشان يخضها، فبتشوف مامته وبتطمن انه كويس، فبيوريها طرزان انه بقى بيعرف يقلد حركات الحيوانات، وبيفضل يجري ويتنطط لحد ما بيخبط في كشاك اللي بيكون لسه مش حابه، فبيخاف منه طرزان، وبتيجي توكا وبتاخده من قدامه وبتمشي، وبتقول له انا كم مره قلت لك انك لو عايز كشاك يحبك ابعد عنه. فبعدها بيندهوا عليها اصحابها عشان تيجي تلعب معاهم، فبيطلب منها طرزان انه يروح يلعب معاها، فبترفض توكا وبتقول له انه مش هيعرف يجاريهم لانه مختلف عنهم، وبتسيبه وبتروح لاصحابها. فبيزعل طرزان لانه مختلف عنهم وما بيكونش فاهم ايه السبب، وبتتفاجئ بعدها توكا انه جه وراها، فبيتضايقوا اصحابها لانهم مش عايزينه يلعب معاهم، فبتقول لهم توكا خلاص انا همشيه، وبتروح تقول لطرزان ان اصحابها عايزينه يعمل حاجه خطيره عشان يوافقوا انه يجي معاهم، فبيقول لها ماشي عايزين اعمل لهم ايه، فبتقول له تصور المجانين دول عايزينك تجيب لهم شعرة فيل، هتقدر؟ انا قلت انك مش هتقدر، يلا معلش خليها المره الجايه، يلا بينا يا اصحابي. وبتتفاجئ بعدها توكا ان طرزان رمى نفسه في الميه وسط الافيال، فبتخاف عليه جدا، لكن اصحابها بيكونوا مبهورين بيه وبيقولوا لها ده من النهارده هيكون صاحبنا. وطرزان بيقعد يقلد الحيوانات في الميه وبيقرب من مجموعه افيال عشان يجيب الشعرايه، وبيشوفوا فيل صغير اسمه طاطا، فبيخاف منه وبيروح يحذر مامته، بيقول لها ان في حاجه غريبه بتعوم في الميه جايه عليهم، فمامته ما بتهتمش بكلامه وبتسكته عشان تعرف تتكلم مع اصحابها. فبيشوفوا طاطا تاني وبيقول لها انه شاف سمكه برانا، فبتهديه مامته وبتقول له ان سمكه البرانا موجوده في البرازيل وهم هنا في افريقيا. ساعتها طرزان بيحاول يشد شعرايه من ديل الفيل، واول ما بيمسك ديله الفيل بيخاف وبيرمي طرزان في الهواء، واول ما بينزل في الميه كلهم بيخافوا منه وبيقولوا عليه سمكه برانا، وبيطلعوا يجروا في الغابه اللي فيها قطيع الغوريلات وبيدمروا اي حاجه قدامهم، فالغوريلات بيخافوا منهم وبيروحوا يستخبوا. فكشاك وهو بيجري بيشوف ان في غوريلا صغيره في خطر، فبيروحوا بينقذها قبل ما الافيال تدوس عليها. وقتها توكا بتطلع طرزان من الميه وبتكون خايفه عليه ليكون مات، فبيبعدها طاطا عنه وبيقول لها انه سمكه برانا متوحشه ممكن تاكل لحمها في ثواني، فبتعرفه توكا انه مش برانا وبتشوفه هو بيفوق، فبتفرح انه لسه عايش، فبيوريها طرزان انه قدر يجيب لها شعرايه الفيل. فبعدها بتروح له كالا عشان تطمن عليه، وكشاك بيساله ايه اللي حصل، فبيقولوا طرزان ان اللي حصل ده كانت غلطته، وبيعرفوا انهم كانوا بيلعبوا وبيعتذرله، فبيتعصب كشاك من عمايله وبيزعقله لان في واحد كان هيموت بسببه، فبيعتذرله طرزان تاني، وبتدافع عنه كالا وبتقول لكشاك انه لسه صغير وانه لما يكبر هيتعلم، فبيتضايق كشاك لانها بتدافع عنه، وبيقول لها انه عمره ما هيتعلم لانه مختلف عنهم. فبيمشي طرزان وهو حزين بسبب الكلام اللي قاله عليه كشاك، وبيروح يقعد لوحده وبيبص لنفسه في الميه وبيتضايق لان شكله مختلف عنهم، فبيحط على وشه طينه عشان يبقى شبههم،
وقتها بتروح له مامته فبيسألها طرزان هو ليه شكله مختلف عن باقي الغوريلات، فكالا بتنضف له وشه وبتقول له مالكش دعوه بكلام كشاك، وبتقول له ان هو زيهم بالظبط، عنده عيون ومناخير وكمان ايدين، ولما بتحط ايديها على ايده بيلاحظ طرزان ان في اختلاف ما بينهم وبيزعل تاني، فكالا بتحط ايديها على قلبه فبيحس بدقات قلبه، وبعدها بتقربه من قلبها فبيسمع دقات قلبها، فبتقول له شفت احنا ازاي زي بعض بالظبط، فبيحضنها طرزان وهو سعيد، فبتقول له بس للاسف كشاك مش قادر يفهم اننا شبه بعض، فبيتحمس طرزان وبيقول لها انا هخليه يشوفني اعظم قرد في الدنيا. ومن وقتها وطرزان بيحاول يبقى زيهم في كل حاجه، وفعلا بيبقى شبههم في حركاتهم، ودايما بيستخدم عقله في حل مشاكله، وبيكون مصاحب حيوانات الغابه وبيقدر يهزم اي حيوان بذكائه، ومامته كالا بتكون مراقباه وفرحانه بيه جدا، وبتعدي السنين وبيكبر طرزان وبيبقى شاب قوي جدا، وبيكون ماهر في الجري والتنطيط ما بين الشجر، وبيقرب من مامته بشويش عشان يخضها زي عادته، بس هي بتحس بيه وبتقول له ما تحاولش. وبنلاحظ ان كشاك لسه مش حابب طرزان وخايف لا يعمل لهم مشاكل. وقتها بتيجي توكا وبيفضلوا يهزروا مع بعض، وفجأة بيحس طرزان ان في حيوان مفترس قريب منهم، ومرة واحدة بيظهر الفهد وبيطلع يجري ورا طرزان عشان يهجم عليه، فبيمنعوا كشاك انه يقرب منه وبيضربه، وبيتفرجوا عليه كل قطيع وهو بيصارع الفهد اللي بيكون اقوى منه وبيقدر يضربه وبيوقعه، ولسه هينقض عليه بيضربوا طرزان، وبيبقى الصراع ما بين الفهد وطرزان، وطرزان بيقدر يعوره بالرمح بتاعه، فبيطلع يجري وراه وبيهجم عليه وبيكسر منه الرمح وبيقع على الارض. ساعتها بيجري منه طرزان وبيحاول يمسك الرمح عشان يقتله، لكن الفهد بيفضل يهاجمه، واول ما طرزان بيمسك الرمح بيتفاجئ ان الفهد بيهجم عليه وبيقعوا هما الاتنين جوه حفره عميقه، فبيخافوا كل الغوريلات على طرزان، وبيخرج طرزان من الحفره وهو شايل الفهد بعد ما قتله، فبيفرحوا كل الغوريلات وبيروحوا يهنوه على شجاعته، فبيبص طرزان على كشاك عشان يوريله انه عمل حاجه كويسه، بس كشاك بيكون مكسوف لانه ما قدرش يهزم الفهد، فبيروح له طرزان وهو شايل الفهد وبيحطه قدامه، وبيكون نفسه يشوف نظره اعجاب واحده منه، بس فجاه بيسمعوا كلهم صوت ضرب نار، فبيأمرهم كشاك انهم يمشوا وراه، فبيمشوا كلهم ما عدا طرزان اللي بيروح يشوف ايه الصوت ده، فبيشوف في طريقه اثار اقدام ورصاصه، فبيكتشفها وبيسمع صوت ضرب النار تاني، فبيشوف مجموعه من البشر وبيستغرب شكلهم جدا، وبتبقى دي اول مره طرزان يشوف فيها بني ادمين، فبتقول بنت جميله اسمها جين لواحد اسمه كليتون انه ما يضربش نار تاني لانها جايه هنا هي وباباها الغابه دي عشان يدرسوا الغوريلات، وان صوت ضرب النار ده هيخليهم يخافوا، فبيفهمها كليتون انه بيعمل كده عشان يحميهم، فبيفرح بابا جين لانهم واقفين على عش غوريلات، وده معناه انهم قريبين جدا منهم، وبيقول لهم احنا لازم نمشي في الاتجاه الغربي عشان نشوف الغوريلات، فبيمشوا كلهم، وجين بتشوف قرد صغير بياكل فبيعجبها شكله جدا وبترسمه، فبيشوف القرد صورته وبتعجبه، فبياخد منها الكتاب وبيطلع يجري، فبتروح وراه جين عشان تاخد منه الكتاب، فبيقعد القرد يقطع صفح الكتاب لحد ما بيوصل للصفحه اللي فيها صورته، فبتطلب منه جين انه يديها الصوره، فالقرد بيرفض لان حب صورته جدا، بس بتقدر جين تخطفها منه، فبيعيط القرد وبيلم عليها قطيع القرود كلهم، فبتخاف منهم جين وبتطلع تجري منهم، فطرزان بيروح يلحقها، وجين بتشوف قدامها جبلين فبتنط عشان توصل للناحيه التانيه، فبيجي طرزان وبيمسكها قبل ما تقع، وبتتفاجئ جين انها طايره، وبتبص بتشوف راجل غريب شايلها، فبتفضل تصوت وبتطلب منه انه ينزلها، فبينزلها طرزان، وبتتفاجئ جين ان قطيع القرود لسه بيجروا وراها، فبتطلب من طرزان انه يشيلها تاني ويجري بيها، فبيجري بيها طرزان على اغصان الشجر، وفجاه الشمسيه بتاعتها بتتشبك، فبيروح يلحقها طرزان تاني قبل ما تقع، وبيطلع يجري بيها من القرود، وفعلا بيقدر يهرب منهم، وبيقف بيها على فرع شجره، بس بيروح لهم قرد بالشمسيه بتاعت جين، وبيقول لطرزان انه عايز صورته اللي معاها، وجين بتبقى مستغربه من الراجل اللي بيتكلم بلغه القرود، فبياخد منها الصوره وبيديها له، فبتخاف منه وبتهرب عشان تبعد عن الانسان الغريب ده، فبينقذها طرزان تاني قبل ما تقع، وبيقرب منها عشان يستكشفها لانه اول مره يشوف بني ادمه، فبتخاف منه جين وبتطلب منه يبعد عنها وبتضربه، فطرزان بيمسك ايديها وبيلاحظ انها شبهه، وبيقرب منها وبيسمع دقات قلبها، وبيتاكد انها زيه، وبيسمعها وهي بتتكلم وبيقلدها، وبيردد وراها الكلام زي الاطفال، وبيعرفها ان اسمه طرزان، وجين هي كمان بتعرفه على نفسها وبتقول له انا جين، وبتسمع صوت ضرب نار كليتون، فبتطلب منه يرجعها للمعسكر بتاعها. وقتها بتكون توكا وشلتها وطاطا بيدوروا على طرزان عشان يلعبوا معاه، وفجأة بيشوفوا معسكر جين، وبتروح توكا تستكشف المعسكر، وبتعجبها الآلة الكاتبة جدا عشان بتعمل صوت، وبيعجبها كمان صوت تكسير الأطباق وقطع الكتب، وبتتفق مع أصحابها إنهم يعزفوا مع بعض بالأدوات الموجودة، فبيعزفوا بصوت الحلل والكوبايات والآلة الكاتبة، وبيبقوا مبسوطين جدا وبيفضلوا يلعبوا ويرقصوا، وبيسمعهم كشاك وبابا جين، وبيروحوا
فبيروحوا كلهم عشان يشوفوا ايه الحكايه. وقتها بيوصل طرزان جين للمعسكر، وبتتفاجئ بكل الغوريلات دي، وبتفهم ان طرزان واحد منهم لانه بيتصرف زيهم. وبعدها بتلتفت بتشوف كشاك، فبتخاف منه وبتقع على الارض، فبيسيبها كشاك وبيأمرهم كلهم يمشوا وراه. وقتها بيوصل بابا جين وهو خايف عليها وبيسألها ايه اللي حصل، فجين بتبقى مش عارفه تحكي له ايه ولا ايه، وبتقوله انها شافت قرد صغير ورسمت له صوره، وشافت قطيع من القرود بيجروا وراها، وفجأة لقيت نفسها بتتمرجح بين الشجر، واللي نجاها راجل غريب لابس كفوله، وبتعرفهم انها شافت غوريلات. فبيسألوها عن مكانهم، فبتقول لهم مشوا كلهم ورا طرزان الراجل القرد. ونروح لقطيع الغوريلات، بنلاقي ان كشاك زعيمهم بيأمرهم انهم يتجنبوا الاغراب وما يخلوهمش يشوفوهم، فبيطمنوا طرزان انهم لو قربوا منهم مش هيأذوهم. فبيرفض كشاك انهم يقربوا من عيلته، وبيقوله انت ممكن تخاطر بسلامتنا كلنا لكن انا لا. فبتعصب عليه طرزان وبيقوله انت ليه بتخاف من اي حد مختلف عنك. وقبل ما بيمشي بيقول لمامته انت ليه ما قلتليش ان في كائنات تانية بتشبه لي. ونرجع لجين، بنلاقيها بترسم لباباها طرزان وبتوصف له شكله، وبتقول له انه مقرفص ظهره ومحمل جسمه كله على مفاصله زي الغوريلات، وبتقلد له كمان مشيته. فبينبهر باباها بالراجل اللي بلا لغه وبلا سلوك ادمي. فكليتون ما بيصدقهاش وبيروح يقول لباباها انها اكيد بتخرف. وفجاه بيظهر لهم طرزان، فبتقول له جين شفت بقى ان طرزان ده حقيقه. فبيخاف منه كليتون وبيبقى عايز يضربه بالنار، بس بتمنعه جين، وبتقول لباباها ان هو الوحيد اللي ممكن يساعدهم ويوصلهم للغوريلات اللي هم عايزين يدرسوها. فبيعجب كليتون بالفكره دي وبيروح يسال طرزان عن مكان الغوريلات. فطرزان عشان مش بيفهم لغه البني ادمين مش بيفهم منه حاجه وبيقعد يقلد كلامه. فبيتعصب كليتون وبيرسم له صوره غوريلا عشان يفهمه، بس طرزان بياخد منه التباشيره وبيعمل زيه. فبتضحك جين وبتقول لكليتون انها هي اللي هتتعامل معاه. فبتاخده جين وبتعلمه لغه البني ادمين، وبتفرجوا على صور كتير زي الغوريلات والاماكن والاشخاص، وبتبقى عايزه تعلمه كل حاجه. وبيحس طرزان بالحب اتجاه جين اللي بتحبه هي كمان، وبترسمه في كتابها. وبنشوف طرزان وهو بيعلمها ازاي تجري وتتنقل بين اشجار الغابه. وتاني يوم بيتضايق كليتون لان السفينه اللي هترجعهم بلدهم قربت توصل، وهم لحد دلوقتي لسه معرفوش من طرزان مكان الغوريلات. فبتروح تطلب جين من طرزان انه يعرفها مكان الغوريلات عشان ده الهدف من رحلتهم. فبيفتكر كشاك وانه منع اي حد يقرب من عيلته، وبيقول لها ما اقدرش عشان كشاك. وتاني يوم طرزان بيلم ورد من الغابه عشان يقدمه لجين، لكن بيتفاجئ انهم بيلموا كل حاجاتهم وادواتهم عشان ماشيين. فبتشوفه جين وبتعرفه وهي حزينه انها كانت عايزه تشوفه قبل ما تركب المركب اللي هترجعهم لانجلترا، وبتطلب منه انه يسافر معاهم. فبيوافق طرزان وبيقول لها اروح انجلترا النهارده وارجع هنا بكره. فبتعرفه جين انه ما ينفعش يرجع هنا تاني لانه بني ادم. فبيطلب منها طرزان انها تقعد معاه هنا وما تسيبوش. فبتقول له جين ما اقدرش اقعد هنا، وبتسيبه وهي بتعيط. وقتها بيستغل كليتون ان طرزان عايزها تقعد معاه، وبيروح يقول له ان الطريقه الوحيده اللي هتخليها تقعد هو انه يعرفها مكان الغوريلات، لان ده السبب اللي جت هنا عشانه. فبيوافق طرزان انه يوريهم الغوريلات. فبيفرح كليتون وبيقول لواحد من رجالته انهم غيروا خطه. بعدها بيروح طرزان لتاتا وتوكا وبيطلب منهم انهم يبعدوا كشاك عشان يعرف يفرج جين وباباها على غوريلات. ففي الاول توكا بترفض، بس بعد كده بتوافق وبتلبس فستان جين، وتاتا بيعمل زلمة باباها. فبيشوفهم كشاك وبيفتكرهم الاغراب وبيطلع يجري وراهم. وبعد ما خطه طرزان بتنجح بيجيب طرزان جين وباباها وكليتون عشان يفرجهم على قطيع الغوريلات. فبتظهر لهم كالا وبيقول طرزان لجين هي دي امي. فبتفرح جين انها شافتها، بس كالا بتسيبهم وبتمشي. فبيروح وراها كليتون عشان يمسكها، فبتمنعه جين وبتقول له انه بالطريقه دي هيخوفها. فبينده طرزان عليها وعلى باقي الغوريلات، فبتقلده جين وبتتكلم زيه. وبتفاجئ كليتون ان كل غوريلات ظهرت، وبتفرح جين جدا لما بتشوفهم، وبيقربوا منها 3 غوريلات صغيرين وبيلعبوا معاها. وقتها كليتون بيحدد مكانهم على خريطة الغابة، وبيكون شكله بيخطط لحاجة خطيرة. فبيشوفوه الغوريلات وبيخطفوا منه الخريطة والبندقية، وطرزان بيفضل يلعب مع الغوريلات الصغيرة. فبتطلب منه جين انه يعلمها كلام غوريلات، فبيقول لها جملة وبتقولها وراه، وبتتفاجئ ان الغوريلات فرحانين جدا. فبتقول له ايه الحكاية، هو انا قلت ايه؟ فبيقول لها انت قلتي جين هتقعد مع طرزان. وبتفاجئ بعدها
لها ان توكا وتاتا راجعين عشان خايفين من كشاك، وبينصدم كشاك لما بيشوف ان طرزان عرف الناس الاغراب مكانهم، فبيهجم عليهم عشان يحمي عيلته، فبيمنعوا طرزان انه يقرب منهم وبيطلب منهم انهم يجروا بسرعه من المكان. وبعد ما بيمشوا بيسيبوا طرزان وبيقول له انا ما كانش قصدي، انا اسف. فبيرد عليه كشاك وبيقول له انا طلبت منك انك تحمي العيله وانت خنتنا كلنا. فبيمشي طرزان وهو حاسس بغلطته وبيروح يقعد لوحده، فبتروح وراه كالا وبتفهم منه انه مش عارف يعمل ايه، يقعد معاهم هنا ولا يمشي مع جين. فبتقول له تعالى معايا، في حاجه كان لازم اوريها لك من زمان، وبتوديه للبيت اللي كان عايش فيه باباه ومامته، وبيشوف صوره عيلته وبيبي وبيسالها هو ده انا؟ فبتقول له ايوه ودول عيلتك الحقيقيه، وبتسيبه وبتمشي وهي بتقول له انا مش عايزه غير سعادتك. وبعد شويه كالا بتشوفه هو لابس لبس باباه، فبتعيط عشان هيسيبها ويمشي، فبيحضنها طرزان وبيقول لها اي مكان هروح فيه هتفضلي دايما امي، وبيودعها وبيروح يركب مع جين القارب اللي هيوصلهم للسفينه. وبيعيط تاتا وتوكا انهم ما لحقوش يسلموا على طرزان قبل ما يمشي. وبعد شويه بيوصل القارب للسفينه اللي هترجعهم للندن، وبيطلع طرزان ورا جين على السفينه، وبيتفاجئ طرزان باقفاص حديد وواحد ماسك جين ومجموعه من البشر عايزين يمسكوه. فبيحاول طرزان انه يهرب منهم لكن ما بيعرفش بسبب اللبس اللي هو لابسه وبيقع وبيمسكوه. فبعدها بيطلع كليتون على السفينه، فبيطلب منه طرزان انه ينقذه، فبيظهر الوش التاني لكليتون وبيضربه وبيعرفه انه هيروح يصطاد عيلته ويحطهم في الاقفاص دي. فبيساله طرزان ليه؟ فبيقول له عشان هبيع الواحد ب 300 استرليني. هو بيشكره انه قدر يوصله لقطيع الغوريلات، وبيأمر رجالته انهم يحبسوه مع جين وباباها. فبيصرخ طرزان جامد وبيسمع صوته تاتا وتوكا، فبيفهم تاتا ان طرزان في ورطه، فبياخد توكا على ظهره وبيروحوا يلحقوا السفينه اللي فيها طرزان. وهما في الميه بنشوف كليتون وهو واخد القارب بتاعه وراجع للغابه عشان يصطاد الغوريلات. وقتها بيحاول طرزان انه يخرج نفسه من المكان اللي محبوس فيه عشان ينقذ عيلته، بس ما بيعرفش. فبتقول له جين ان كليتون خانهم، فبيقول لها لا انا اللي خنت عيلتي زي ما قال عليا كشاك. وفجاه بيسمعوا صوت تاتا وبيعرف طرزان انه على السفينه، وتاتا بيضرب كل الرجاله اللي موجودين وبيخرج طرزان واللي معاه. فبيشكروا طرزان وبينط بسرعه في الميه عشان يلحق عيلته. وقتها بيشوف الغوريلات الصيادين وهم جايين عشان يصطادوهم، فبيهجم عليهم كشاك عشان يدافع عن عيلته، بس الصيادين بيرموا عليه شبكه وبيكتفوه هو ومجموعه من الغوريلات. وقتها بيكون طرزان في طريقهم ليهم وبيشوفوه الافيال وبيروحوا وراه. ونرجع للصيادين بنلاقيهم مسكوا كالا وبيدخلوها جوه قفص، وكشاك بيقطع الشبكه عشان يروح ينقذها، بس بيتفاجئ ان الصيادين بيرموا عليه احبال وبيربطوه من كل حته. وبيروح له كليتون وبيكون عايز يموته عشان يحنطه، وفجاه بيسمع صوت طرزان اللي بيوصلوا معاه الافيال اصحابه، وطرزان بيضربه والافيال بيضربوا رجاله كليتون اللي بيخافوا وبيجروا بسرعه من المكان. وقتها تاتا بيوصل جين وباباها للغابه وبيهجموا على مجموعه من رجاله كليتون، فبيخافوا بيستخبوا منهم جوه القفص. وطرزان بيروح يفك كشاك، فكشاك بيقول له انت رجعت تاني؟ فبيقول له رجعت لعيلتي. وبيحمي كشاك طرزان من واحد كان عايز يضربه. وبيروح بعدها طرزان يقطع كل الشبك وبيخرج كل الغوريلات. وبيشوفوا كليتون وبيؤمر رجالته انهم ياخدوا كالا على المركب، فبتضربهم جين وبتخرجها من القفص هي وطرزان. فبيتضايق كليتون لان طرزان بوظ له كل حاجه وبيقرر يضربه بالنار. فبيشوف كشاك وبيهجم عليه، فبيضربه كليتون بالنار، فبيقع كشاك على الارض وهو مصاب. فبيروح له طرزان عشان ينتقم منه، فبيضرب كليتون عليه نار، فبيستخبى منه طرزان وسط الاشجار. فبيدور عليه كليتون وهو بيقول له انه هيخلص عليه الاول وبعدها هيقدر يصطاد عيلته بمنتهى السهوله. فبيظهر له طرزان وبيهجم عليه وبيضربه، فبيقع من ايده البندقيه، فبيمسكها طرزان وبيكسرها. فبيطلع كليتون السكينه اللي معاه وبيكون عايز يقتله بيها، بس طرزان بيقدر يربطه بين ايده ورجله، فبيقطع كليتون الاحبال المربوط بيها وما بياخدش باله من الحبل مربوط حوالين رقبته، فبيقع وبيتشنق. وكل الغوريلات بيكونوا زعلانين على كشاك، فبيقرب منه طرزان وبيطلب منه انه يسامحه. فبيقول له كشاك سامحني انت عشان ما فهمتش انك كنت دايما واحد مننا. وبيقول له عيلتنا امانه في ايديك دلوقتي يا طرزان. وبيموت وهو بيقول له خد بالك من نفسك يا ابني. فبيتاثر طرزان بكلامه وبيحزن جدا عليه. فبيقرر طرزان انه يفضل معاهم ويبقى الزعيم بتاعهم وبيمشوا كلهم وراه. وتاني يوم بتودع جين طرزان وهي بتقول له لندن مش هيبقى ليها اي طعم بعد اللي شفناه هنا، وبتودعه وهي حزينه وبتروح تركب القارب مع باباها عشان يرجعوا بلدهم. وفي القارب باباها بيقول لها انا حاسس انك لازم تفضلي هنا عشان انت بتحبيه، وبيسمح لها انها تعيش معاه. فبتفرح جين وبتحضنه وبتنط في الميه وبترجع بسرعه لطرزان. وبعدها باباها بيقول لنفسه طب انا هعمل ايه من غيرها، وبيقرر هو كمان انه يعيش معاهم، وبينط وراها في الميه وبيرجع لها. وكالا بتشوف جين وبترحب بيها وسطهم، فجين بتتكلم معاهم كلام غوريلات وبتقول لهم جين هتفضل مع طرزان. فبيفرحوا جدا. وبعدها بنشوف جين وهي لابسه زي طرزان وبتجري معاه على اغصان الشجر. وباباها كمان بيبان
عليه إنه عرف يتأقلم على المكان وبيعيشوا كلهم مع بعض في سعادة للأبد. فيلمنا بيبدأ في أوضة ولد جميل اسمه أندي، وبنشوفه وهو بيلعب بألعابه اللي بيحبهم وبيهتم بيهم، واللي هم الأستاذ بطاطس اللي بيحلم مع كل لعبة بتيجي لأندي إنها تطلع المدام بطاطس، والخنزير هام، والكلب سلينكي، والديناصور ريكس. وأما دي بقى العروسة بو حبيبة المأمور وودي، واللي بيكون لعبة أندي المفضلة. وأندي بيفضل يلعب بوودي لحد ما بيسمع صوت مامته وهي بتنده عليه علشان يجي يساعدها في حفلة تحضير عيد ميلاده. وودي بيتفاجئ إن حفلة عيد ميلاد أندي النهاردة، فأندي بيسيب وودي وبياخد أخته مولي وبيروح لمامته. وبعد ما أندي ما بيمشي بنلاقي وودي بيتحرك وبيتكلم هو وكل الألعاب، وبنفهم إن اللعب بتمثل علينا إنهم مجرد ألعاب ومش فاهمة ليه مع إنها حاجة تبسط أكتر. وودي ما بيبقاش عارف يقول لأصحابه خبر عيد ميلاد أندي ده إزاي، فبيخلي سلينك الكلب يساعده وبيجمع الألعاب عشان يعمل لهم اجتماع. وفعلا بيجتمعوا الألعاب وبيطلع وودي يقول لهم شوية أخبار ملهاش لازمة، ولما بيجي يقول خبر عيد ميلاد أندي بيقول الخبر بسرعة وبيقول الخبر اللي بعده على طول. ساعتها كل الألعاب بينصدموا لأن عيد ميلاد أندي المفروض كمان أسبوع، فبيفهمهم وودي إن أكيد مامته عايزة تعمل عيد ميلاده قبل ما يعزلوا ويروحوا لبيتهم الجديد. فكل اللعب بتقلق لحسن أصحاب أندي يجيبوا له لعبة شبه لعبة فيهم، فيرمي اللعبة القديمة ويلعب باللعبة الجديدة. فبيحاول وودي يطمنهم وبيقول لهم إن أندي مستحيل يعمل معاهم كده، بس ساعتها بيسمعوا صوت أصحاب أندي جايين عشان حفلة عيد الميلاد، فبيشوفوهم من الشباك وبيلاقوا إن معاهم لعب كتير، فخوفهم بيزيد. فوودي بيحاول يهديهم بس هو كمان بيكون قلقان، فبيبعت عساكر استطلاع يروحوا يشوفوا الهدايا وهي بتتفتح ويطمنوهم. وبيروحوا العساكر فعلا وبياخدوا معاهم لاسلكي وبيستخبوا في مكان عشان محدش يشوفهم. وقائد العساكر بيتواصل مع وودي من خلال اللاسلكي وبيبلغهم أخبار الهدايا اللي بتتفتح أول بأول، وبيطمنهم إن الهدايا ما فيهاش ولا لعبة. فاللعب كلها بتفرح وبتطمن، بس فجأة مامة أندي بتطلع هديتها والقائد بيبلغهم إن لسه فيه هدية، فبترجع اللعب تتوتر تاني، وخصوصا ريكس اللي من كتر قلقه بيوقع اللاسلكي، فمش بيعرفوا الهدية جواها ايه. وفجأة بيسمعوا صوت أصحاب أندي جايين، فبيجروا كل الألعاب وبترجع كل لعبة مكانها. وبيدخل أندي وأصحابه الأوضة وبيرمي أندي وودي من على السرير وبيحط لعبة تانية مكانه، وبيخرج بعدها هو وأصحابه من الأوضة. فبيقوم وودي من على الأرض وبيتفاجئ بلعبة رائد فضاء محطوطة مكانه، ومن شكله كده بيحس إنه هيبقى لعبة أندي المفضلة، وبيلاحظ إنه بيتصرف وكأنه رائد فضاء بجد. وبيلاقيه بيبلغ وكالة الفضاء بتاعته إنه نزل في كوكب مجهول وإن سفينته الفضائية اللي هي الكرتونة يعني اتعطلت. فوودي بيروح يرحب بيه وبيعرفه إنه هو هنا في أوضة أندي، فاللعبة بتفتكره عدو وبيوجه عليه الليزر، بس لما بيشوف علامة المأمور على هدومه بيطمن له وبيعرفه على نفسه وبيقول له إنه اسمه باز يطير وإنه جه هنا في مهمة رسمية. فوودي ما بيفهمش منه حاجة وبيروحوا كل الألعاب يرحبوا بيه وبينبهروا بالأزرار الكتير اللي عنده وإن كل زر فيهم بيعمل حاجة. وأستاذ بطاطس بيتريق على وودي لأنه ما عندوش الإمكانيات اللي عند باز. ساعتها وودي بيتغاظ وبيروح يعرف باز إن هو لعبة أندي المفضلة، وبيقول لأصحابه إنه مجرد لعبة عادية حتى ما بيعرفش يطير. فباز بيقول له إنه رائد فضاء وبيعرف يطير وبيوريله الأجنحة بتاعته، فبيتحداه وودي إنه يعرف يطير. فباز بيقبل التحدي وبيروح يقف على طرف السرير وبيغمض عينه وبيقول جملته المشهورة إلى اللانهائية وما بعدها، وبيقع وبيتزحلق وبيتعلق بعدها في الطيارة اللي في السقف. وبيرجع بعد كده لوودي على السرير، فوودي بيتريق على طيرانه وبيقول له إن ده مش طيران وإن ده اسمه الوقوع بشياكة. فباز بيعتبره لعبة حقودة وبيسيبه وبيمشي، وباقي الألعاب بيبقوا مبهورين بباز. فوودي بيقول لنفسه إنه لعبة أندي المفضلة وإنه عمره ما هيستغنى عنه عشان لعبة رائد فضاء عادية عندها زراير وأجنحة تحفة. فبتعدي بعدها الأيام وبيحصل اللي وودي كان خايف منه، وأندي بقى بيغير كل حاجة لها علاقة بوودي لباز زي لبسه والبوسترات، حتى السرير بقى عليها صورة باز. ومش بس كده، ده كل الألعاب بقى بتلعب مع باز، حتى الكلب سلينكي بقى يقعد معاه أكتر. وفي آخر اليوم وودي بيشوف أندي وهو بيختار باز عشان ينام جنبه وبيسيبه هو مع باقي اللعب في الصندوق. وتاني يوم وودي بيشوف إن أندي كتب اسمه على رجل باز زيه بالظبط، فبيتغاظ منه وودي وبيروح يتخانق معاه عشان أخد مكانه عند أندي، وبالغلط بيدوس وودي على زرار بيفتح بيها الخوذة بتاعت باز،
فباز بيفتكر انه هيموت لانه معتقد انه ما ينفعش يتنفس الهواء الخارجي بتاعنا، بس بعدها بيطمن ان الهواء مش ملوث ولا حاجه وبيرجع يلبس الخوذه تاني زياده امان. فبيتريق وودي عليه لانه فاكر نفسه رائد فضاء حقيقي. وفجاه بيسمعوا صوت الولد سيد جارهم اللي بيعذب الالعاب وبيروحوا يشوفوا هيدمر لعبه ايه المره دي. وباز لما بيشوف العسكري اللي هيتدمر بيقول لاصحابه انه هيروح ينقذه من الولد ده، بس ما بيلحقش لان سيد بيفجره. فوودي بيقول لباز ان احسن حاجه انهم هيبعدوا عن سيد وهيعزلوا بعد يومين. وبالليل بتدخل مامة اندي الاوضه وبتلاقيه بيلعب بباز وودي، فبتقول له انه يجهز نفسه عشان رايحين يتعشوا الليله دي في كوكب البيتزا ومسموح له انه ياخد لعبه واحده معاه بس. وبعد ما اندي ما بيخرج من الاوضه بيفضل وودي يفكر في فكره تخليه يتخلص من باز عشان يروح هو مع اندي، وفعلا بيلاقي فكره وبيروح يعرف باز ان في لعبه وقعت ورا المكتب ومحتاجه لمساعده. فبيروح لها باز عشان يساعدها، فبيستغل وودي الفرصه وبيروح يزق باز بالعربيه عشان يوقعه ورا المكتب. بس المفاجاه ان باز بيتفادى العربيه اللي بتخبط في اللوحه واللوحه بتقع على الكوره والكوره بتحرك الاباجوره والاباجوره بتوقع باز من الشباك. فوودي بينصدم لان باز بدل ما يقع ورا المكتب وقع من الشباك. ساعتها لعبه العربيه بتعرف باقي الالعاب ان وودي كان عايز يتخلص من باز، فكل الالعاب بتلوم وودي على اللي هو عمله، فبيقول لهم انه ما كانش يقصد. بس ما حدش من الالعاب بيصدقوا لانهم عارفين ان وودي كان متغاظ من باز لانه بقى لعبه اندي المفضله، والكل بعدها بيهجم عليه. بس بيسيبوه اول ما بيسمعوا صوت اندي جاي، وبيفضل اندي يدور على باز عشان ياخده معاه بس مش بيلاقيه وبيضطر ياخد وودي بداله. وبيروح بعدها عشان يركب العربيه مع مامته، فباز بيشوفهم وبيتشعلق في العربيه وهي بتتحرك. ولما العربيه بتوصل لمحطه البنزين اندي بينزل من العربيه مع مامته. وقتها وودي كان بيفكر ازاي يقنع اصحابه ان اللي حصل لباز ده كان مجرد حادثه، وفجاه بيظهر له باز فبيفرح وودي انه لسه عايش وبيقنعه يروح يعرف اصحابه ان اللي حصل ده مجرد حادثه. بس باز بيتخانق معاه لانه كان قاصد يوقعه وبيهجم عليه وبيقعوا هما الاتنين بره العربيه. وفي اللحظه دي اندي ومامته ركبوا العربيه ومشيوا. ساعتها وودي بينهار لانه بقى لعبه ضايعه وبيستغرب ازاي اندي ما خدش باله انه مش موجود في العربيه. وقتها باز بيعرف الوكاله بتاعته مكانه وبيطلب منهم يبعتوا له مركبه فضائيه ترجعه تاني للكوكب بتاعه. فوودي بيروح لباز وبيتخانق معاه لانه كان السبب في انهم يخرجوا من العربيه. فبيرد عليه باز وبيقول له ان في خطر وانه المفروض ينقذ مش عارف مين. فوودي بيتعصب عليه وبيقول له يا ابني انت مجرد لعبه اطفال. فباز بيتريق على كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبيبص بعدها وودي بيلاقي قدامه عربيه مكتوب عليها كوكب البيتزا وبيفرح لانها رايحه لنفس المحل اللي فيه اندي. بس فكر انه ما ينفعش يرجع لاصحابه من غير باز لانهم شايفينه مجرم. فبيرجع لباز تاني وبيضحك عليه وبيقول له انه لقى سفينه فضاء هتوصلهم لوكاله الفضاء. فباز بيصدقه وبيروح يركب معاه عربيه كوكب البيتزا، والعربيه بتوصل لمحل البيتزا وبيقدر باز وودي يدخلوا المكان وهم مستخبيين في علب اكل. وجوه المحل بينبهر باز جدا لانه بيبقى فاكر نفسه في محطه فضاء، لكن وودي كان عمال يدور على اندي وفعلا بيلاقيه ولسه هيستعد عشان يركب عربيه مولي اخت اندي. باز بيشوف سفينه فضاء وبيدخل فيها، فطبعا وودي بيتضايق جدا وبيضطر يروح وراه عشان لو رجع من غيره اللعب مش هترحمه. فبيروح له وبيحاول يقنعه انه يخرج بسرعه قبل ما حد يجي وياخده بالخطاف. واول ما بيشوف الولد اللي اسمه سيد جارهم جاي يلعب بيحاول وودي انه يخرج بيه بسرعه من اللعبه دي، بس سيد بيشوف باز وبيسحبه بالخطاف. فوودي ما بيسيبهوش وبيمسك في باز، فسيد بيفرح وبيتحمس جدا انه يلعب بيهم وبيحطهم في شنطته وبيروح على البيت وبيدي للكلب بتاعه لعبته اللي جابها معاه من كوكب البيتزا، والكلب بيقطع اللعبه. وودي وباز بيخافوا جدا لما بيشوفوا اللي حصل للعبه. وبعدها سيد بياخد عروسه اخته عشان يعمل لها عمليه، فاخته بتزعق له وبتجري وراه لانها عارفه هيعمل ايه في لعبتها. وسيد بيمثل انه دكتور وبيركب لها راس ديناصور وبيديها بعدها لاخته اللي بتخاف منها جدا وبتروح تقول لمامتها. وقتها وودي وباز بيكونوا خايفين جدا، وبعد ما سيد ما بيمشي بيروح وودي عشان يفتح الباب ويهرب هو وباز من المكان ده، بس للاسف ما بيعرفش وبيبص وراه بيلاقي العاب سيد اللي شكلهم مرعب بياخدوا راس العروسه، فبيظن انهم هياكلوها لانهم وحوش. وفي الوقت ده بيرجع اندي ومامته للبيت
وبيشتكي لمامته انه مش لاقي لعبه وودي في العربيه، وكمان مش لاقي لعبه باز. فمامته بتهديه وبتقوله انه هيلاقيهم في مكان ما سابهم. والالعاب ساعتها سمعوا الخبر وبيقولوا ان اكيد وودي هرب من اللي كانوا هيعملوه فيه، لكن سيلينك وبو بيكونوا قلقانين جدا على وودي. وتاني يوم الصبح سيد بيحاول يحرق وش وودي بأشعة الشمس، بس بيسيبه لما بيسمع صوت مامته بتنده عليه. وقتها وودي بيروح يغسل وشه وبيفرح لما بيشوف باب الأوضة مفتوح، وبيحاول يهرب هو وباز. بس وودي بيتفاجئ ان كلب سيد نايم على السلم، فبيرجع تاني بشويش. بس لسوء حظه الحبل بتاعه بيتشبك في السلم وصوت وودي بيشتغل، فبيسمعوا الكلب وبيصحى. فبيجري باز وودي وكل واحد فيهم بيروح يستخبى في مكان. ولما الكلب بيمشي بيشوف باز في الأوضة اللي هو فيها اعلان في التلفزيون عن لعبة باز يطير. فبينصدم باز وبيفهم انه لعبة اطفال زي ما قال له وودي، وبيعرف من الاعلان انه كمان مش بيعرف يطير. فبيخرج باز من الأوضة وهو حزين ومصدوم، وبيحاول يثبت لنفسه انه بيعرف يطير. فبيقف على السلم وبيقول الى اللانهائية وما بعدها، بس بيتفاجئ انه بيقع ودراعه بيتكسر. فبتشوفه اخت سيد وبتروح تلعب بيه مع العرايس بتاعتها. وقتها بيخرج وودي من المكان اللي كان مستخبي فيه وبيدور على باز وبيلاقيه مع اخت سيد، اللي اول ما بتمشي بيجري وودي عليه بسرعه عشان ياخده ويرجعوا سوا لبيت اندي. بس باز بيكون حزين جدا وبيقول له انه عرف انه مش رائد فضاء وانه كمان مش بيعرف يطير. ومن غير ما يقصد جاب لوودي فكره الشباك، فوودي بياخده غصب عنه عن الاوضه وبيفتح الشباك وبينده على اصحابه اللي بيطلعوا له. فبيحدف لهم وودي سلك عشان يسحبوه، بس استاذ بطاطس بيرفض انه يساعد وودي عشان اللي عمله مع باز. فوودي بيطمنهم وبيقول لهم ان باز معاه، وبيطلب وودي من باز انه يظهر لاصحابه عشان يصدقوه. بس باز بيكون زعلان ومكتئب جدا ومش عايز يقوم من مكانه. فبيمسك وودي دراع باز المكسور عشان يثبت لاصحابه ان باز عايش وبخير. فاصحابه فعلا بيصدقوه، بس وودي بالغلط بيوريهم دراع باز المكسور. فاصحابه بينصدموا وبيقولوا عليه انه مجرم ومش بيرضوا يساعدوه. فبيزعل وودي جدا وبيتفاجئ ان العاب سيد المتوحشه ملمومين حوالين باز عشان ياكلوه. فبيجري عليه عشان ينقذه منهم، بس بيتفاجئ انهم صلحوا دراعه. وبيفهم ان الالعاب دي مش وحوش وانهم كانوا بيساعدوا باز زي ما ساعدوا العروسه اخت سيد. ولسه هيتعرفوا على بعض اكتر بيجروا عشان سمعوا صوت سيد جاي. وودي كان بيحاول يخلي باز يستخبى معاه، بس باز كان يائس من الحياه. فبيضطر وودي يسيبه وبيروح يستخبى جوه السله. وبيدخل سيد ومعاه صاروخ الاحتفالات وبيدور على وودي عشان يفجروا بيه، بس مش بيلاقيه وبيلاقي باز. فبيربطه بالصاروخ وبيتفاجئ ان الدنيا بتمطر، فبيأجل تفجير باز لتاني يوم. وبيظبط المنبه على كده وبيروح ينام. وبعد ما بينام وودي بيحاول يخرج بس ما بيعرفش. فبيطلب من باز انه يساعده، لكن باز بيكون لسه زعلان ومكتئب وبيقول له انه مجرد لعبه وما يقدرش يساعد حد. فبيقول له وودي انه هو يكون لعبه مسؤوله عن اسعاد طفل احسن بكتير ما يكون رائد فضاء. وبيقول له كمان ان اندي بيحبه اكتر منه لانه عنده اجنحه وليزر. وبيطلب منه انه يسيبه ويروح لاندي قبل ما يعزل للبيت الجديد. فباز بيتاثر بكلام وودي وبيروح يخرجه من الصندوق. وقتها بيشوف باز ان عربيه العزال وصلت، بس قبل ما يهربوا المنبه بيرن وسيد بيصحى وبياخد باز عشان يفرقعه بالصاروخ. فوودي بيجري عشان يلحق صاحبه، بس بيشوف الكلب وبيقفل الباب بسرعه وبيروح بعدها ينادي على كل الالعاب عشان يساعدوه. اما اندي فوقتها بيكون زعلان لانه لسه مش لاقي لا باز ولا وودي عشان ياخدهم معاه للبيت الجديد. وبنرجع لوودي اللي بيكون مجمع الالعاب وبيقول لهم على خطه يخرجوا بيها من الاوضه وفي نفس الوقت يهربوا من الكلب. فبيخلي لعبه البطه تدوس على الجرس، فاخت سيد بتفتح الباب وفي نفس الوقت ده بيخرج وودي الضفدعه عشان الكلب يشوفها ويجري وراها. وبيستغل وودي الفرصه وبيخرج هو وباقي الالعاب من الباب التاني وبيروح عشان ينقذوا باز. فسيد بيشوف وودي وبياخده عشان يشويه. وفجاه كل الالعاب بتظهر لسيد وبيتحركوا ناحيته. ساعتها بيتفاجئ سيد ان كل الالعاب بتتحرك وجايه ناحيته. وودي بيتكلم وبيقول له ان اللعب بتحس وعشان كده يلعب عدل. فبيخاف سيد وبيطلع يجري لما بيعرف ان كل الالعاب بتتكلم وبتتحرك. بعدها بيشكر باز وودي بيطلب منه انهم يلحقوا بسرعه عربيه اندي قبل ما تمشي، بس للاسف ما بيلحقوش عربيه اندي، بس بيقدروا يوصلوا لعربيه العفش. وقتها بيشوفهم الكلب وبيمسك في رجل وودي، فباز بينقذه وبيفتح وودي باب العربيه وبيدور في كراتين الالعاب على لعبه العربيه، ولما بيلاقيها بيرميها لباز عشان ينقذه. فبتتضايق كل الالعاب لانهم بيفتكروا ان وودي عايز يخلص
من العربية زي ما خلص من باز. فوودي بيفهمهم ان هو بيعمل كده عشان ينقذ باز، بس محدش بيصدقه بيرموه من العربية. وبيركب وودي العربية مع باز. ساعتها الألعاب بيعرفوا ان وودي ما كانش بيضحك عليهم، والكلب سلينكي بيحاول يساعدهم، بس للأسف العربية بتفصل شحن. ساعتها وودي بيستغل الصاروخ والكبريت اللي معاه وبيحاول يولع الصاروخ، لكن بتعدي عربية هواها بيطفي الكبريت. فوودي بيحزن جدا لانه خلاص كده عمره ما هيروح لاندي واصحابه، بس بتجيله فكرة انه يولع الصاروخ عن طريق أشعة الشمس زي ما سيد ما كان هيحرق وشه بأشعة الشمس. وفعلا الفكرة بتنجح وبيطيروا بسرعة جدا، ووودي بيرمي العربية جوه عربية العفش، وبيفضل الصاروخ يطير بيهم بسرعة في السماء. وساعتها بيفرد باز جناحاته فبيقدر يتخلص من الصاروخ. فبيفرح وودي انه لسه عايش، وبيتفاجئ ان باز بيطير. فبيقول له باز ان ده مش طيران وان ده اسمه الوقوع بشياكة. وبيدخلوا هما الاتنين جوه عربية اندي اللي بيفرح جدا لما بيلاقيهم. فمامته قالت له مش قلتلك هتلاقيهم في المكان اللي سبتهم فيه. ومرت الايام وجت ليلة رأس السنة، وده معناه ان اندي هيجيله هدايا جديدة. وباز بيبقى صديق وودي المقرب، وبيسمعوا هما الاتنين العسكري من اللاسلكي وبيبلغهم ان اول لعبة طلعت المدام بطاطس. فبيفرح الاستاذ بطاطس وبيحلق لها شنبه، وبيعرفهم كمان ان اخر هدية جات لاندي طلعت كلب. فبينصدم باز وودي جدا عشان هيعيشوا مغامرات تجنن. بيبدأ الفيلم بإعلان في التلفزيون عن مطعم الشيف جوستو اللي واخد 5 نجوم، وبيتكلم الشيف عن كتابه الجديد الناجح اللي بعنوان الطبخ للجميع. والعنوان ما بيعجبش أشهر ناقد للطعام في العالم أنطوان إيجو اللي شايف إن الطبخ مش لعبة. وبعدها بنشوف فار وبيعرفنا إن اسمه ريمي، وإنه حياته صعبة لأنه فار، وبيقول لنا إن عنده حاسة شم وتذوق قوية جدا، وبيقدر يعرف مكونات أي أكلة من ريحتها. وبيظهر باباه وهو بيتريق عليه وبيقول له بتعرف كل حاجة من ريحتها ها. وفجأة بيشم ريمي ريحة سم موجودة في الأكل اللي باباه هياكله، فحذره منه وقدر يوصل للعلب اللي فيها سم. فساعتها صدق باباه فعلا إن ريمي عنده حاسة شم قوية، فشغله شمام سموم وبقى بيشم الأكل قبل ما الفيران تاكله. وريمي ما بيكونش عاجباه الشغلانة دي، فبيروح لباباه زعيم العشيرة وبيحاول يقنعه بفكرة إنهم طالما كده بيسرقوا أكل، طب ما يسرقوا أكل نضيف من المطبخ أحسن. لكن باباه بيقوله إنهم ما ينفعوش يقربوا من البشر لأنهم خطر. فريمي ما بيسمعش كلام باباه وبيروح ياكل من المطبخ. وهناك بيشوف جوستو قدوته في التلفزيون وهو بيشجع الناس انها تطبخ ويستمتعوا بالاكل. وريمي كان مقتنع بكلامه وبياكل نوعين من الاكل مره واحده، فبيستمتع بالميكس الجامد ده وبيطلع من المود الحلو لما بيشوف الست العجوزه، فبيهرب وبيروح على الجنينه. وهناك بيقابل اخوه ايميل اللي ما عندوش مانع انه ياكل من الزباله عادي. وبيشوف ريمي بالصدفه واحده مشروم وبيلاقي مع اخوه قطعه جبنه، فبيقرر ان هو يعمل بيهم اكله. وبياخد اخوه الغلبان وبيطلعوا هما الاثنين على السطح، وبيقعد يسوي ريمي المشروم عن طريق المدخنه. ومره واحده البرق بيديهم واحده بيو فبيقع على الارض. بس ريمي بيكون فرحان جدا بالاكله اللي عملها، وبيكون شايف انها ناقصها شويه زعفران، وبيروح للمطبخ وبيفضل ريمي يدور على تابل الزعفران. اما ايميل بيبقى هيموت من الرعب لحسن الست العجوزه تصحى وتشوفهم. فبيطمنوا ريمي اللي بيشوف في التلفزيون ان جوستو مات علشان المطعم بتاعه بقى 4 نجوم، وده بسبب المقال الوحش اللي كتبه انطوان ايجو على المطعم بتاعه. وفي اللحظه دي الست العجوزه بتصحى وبتشوف ريمي، وبدل ما تخاف وتصوت قلبت شبح ومسكت البندقيه وفضلت تضرب نار عليهم في كل حته. وريمي وايميل بعدوا عن بعض، وايميل بيقعد يجري على السقف وهي ماشيه وراه بالبندقيه، وبعدها بينط في النجفه ولسه هتموته اتفاجئت ان الرصاص خلص فراحت علشان تحط غيره. فريمي بيستغل الفرصه وبيروح يمسك ايميل، ومره واحده الست العجوزه ضربت عليهم نار تاني فجت في السقف اللي ما استحملش ووقع بعشيره الفيران اللي كانت عايشه جواه. وبعدها بيهربوا كلهم من الشباك ومن تحت عقب الباب. اما ريمي فبيهرب بكتاب جوستو، وبيركبوا كلهم المراكب بتاعتهم اللي مخلينها للطوارئ وبيجروا بسرعه علشان يهربوا. بس للاسف ريمي ما بيكونش معاهم وبيستخدم الكتاب علشان يقرب منهم، وبيحاول بابا انه يمسكه لكن بتظهر الست العجوزه وبتضرب عليهم نار تاني فبيبعدوا عن بعض. وبيحاول ريمي انه يلحقهم وبيدخل في طريق مختلف عنهم وبيقع وبيتبهدل، وبعد رحله طويله بيلاقي نفسه لوحده فبيفتح كتاب جوستو وبيشوف صورته فبيقعد يتكلم معاه. وشبح جوستو بيرد عليه وبيقول له انه زعلان لانه فقد اهله. فشبح جوستو بيقول له لو ركزت في اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك، وبيقول له شوف رزقه الدنيا واسعه. وبعد الكلمتين دول بيروح يدور على اكل لحد ما بيلاقي، ولسه هياكله شبح جوستو بيظهر له تاني وبيقول له انت بتعمل ايه، وبيفكروا انه طباخ وما ينفعش يسرق. فريمي بعدها بيمشي وبيفضل يطلع على البيت لحد ما بيوصل للسطح، وبيفرح انه عايش في باريس وكمان جنب مطعم جوستو. فبيقرر ان هو يروح يتفرج على المطعم، وهناك بيشوف الطباخين وهم شغالين وبيقدموا الطلبات للزباين، وده طبعا تحت اشراف الشيف المسؤول عن المطعم اللي هو سكينر. وبيشوف كمان شاب لبخه اسمه لينجويني، وبيلاقيه بيقول للشيف سكينر ان هو ابن ريناتا صديقه جوستو، وبيعرفه انها ماتت وبيديله الجواب اللي
اللي هي سابته له، وبيطلب منه ان هو يشغله في المطعم. فسكينر بيرفض يشغله، فواحد من الطباخين قال له انهم خلاص شغلوه عامل نظافه علشان ما عندهمش حد ينظف المكان. فبيقول لهم طب كويس ان المشكله دي اتحلت، وبيسلموه لبس الشغل. وبنروح لريمي بنلاقيه بيتكلم مع شبح جوستو عن مهمه كل شيف في المطبخ، وبيشوفوا اللينجويني اللبخه وهو بيوقع الشوربه اللي بيخاف يترفد، فبيحط حاجات غريبه في الشوربه، وده طبعا بينرفز ريمي وبيخليه يخبط في الارض لانه كده بيبوظ الشوربه، وكان عايز يقول لحد، وبسبب الفرك ده بيقع جوه حوض المواعين، وبيطلع من الحوض وبيبقى مش عارف يروح فين ولا يجي منين، وبيشوف شباك مفتوح فبيجري ناحيته، ولسه هيخرج منه بيقوم واقع جوه حله، والشيف بياخد الحله وبيمشي بيها، فبيخرج ريمي وبينط جوه صينيه داخله الفرن، فبيخرج منها على اخر لحظه بيلاقي نفسه جوه العربيه اللي بيقدموا بيها الطلبات للزباين، وبترجع تاني العربيه للمطبخ، وهناك بيشوف لينجويني وهو بيدوق الشوربه اللي بيبان ان طعمها وحش جدا، فريمي بيكبر دماغه وبيكمل جري، بس بيشم ريحه الشوربه وما بتعجبهوش، فالشيف اللي جواه بيخليه ما يمشيش غير لما يظبط الشوربه، فبيروح زي الشاطر يغسل ايده وبيهدي النار وبيحط لبن وحاجه مش عارفاها، وبعدين بيمشي فبيفتكر حاجه وبيرجع يحطها، وفضل كده كل ما يفتكر حاجه يرجع يحطها لحد ما قال ما بدهاش، انا مش همشي غير لما اخلص الشوربه دي، وبتفاجئ ان لينجويني شايفه فحط اللي في ايده برده وطلع يجري، فلينجويني حبسه، وفي الوقت ده سكينر افتكر ان لينجويني هو اللي بيطبخ الشوربه وراح له وزعق له، وبيوصل واحد من الشيفات وبياخد من الشوربه وبيديها للجرسون اللي بيروح يقدمها للزبونه، فخاف سكينر وراح يراقب رد فعل الزبونه، وفهم بذكائه ان الشوربه ما عجبتهاش، فقال لينجويني انت مرفوض، واتفاجئوا بعدها كلهم لما الجرسون رجع وقال لهم ان الزبونه دي صحفيه وعجبتها الشوربه، فبيروح سكينر يدوق الشوربه وبيلاقيها حلوه فعلا، ورغم كده زعق برضه لينجويني، وبيعرفوا انه زباله ما ينفعش يطبخ، فالشيف كولت اتدخلت وقالت له انه ما ينفعش يطرده لان الصحفيه عجبتها الشوربه بتاعته، وانها ممكن ترجع تاني في اي وقت وتطلب الشوربه، وبتفكروا بشعار جوستو ان الطبخ للجميع، فبيوافق سكينر وبيقول لها طالما انت مقتنعه بيه قوي كده خلاص انا هخليه تحت اشرافك، وبعدها بيقول للينجويني انه هيطبخ الشوربه تاني بس المره دي هيركز معاه، وقال له انت يا اما محظوظ قوي يا منحوس قوي، وهو بيتكلم وبيجز كده بيشوف الفار، فبيحاول يمسكه هو وكل الطباخين، بس بيقدر لينجويني ان هو يحبسه جوه برطمان، وبيقول له سكينر انه ياخده يرميه في اي حته بعيد علشان لو حد عرف ان في فار في المطبخ ساعتها المطعم ده هيتقفل، فبياخد لينجويني الفار وبيركب العجله وبيروح علشان يرميه في الميه، لكن بيبص في عين الفار بيلاقيه بيبص له بصه، فبيصعب عليه وما بيرضاش يرميه، وبيقعد يشكي له هم وبيقول له انه ما بيعرفش يطبخ وانه مش هيعرف يعمل الشوربه زي ما هو عملها، وبيعترف له ان هو محتاج للشغل ده علشان يقدر يعيش، وبعد شويه بيسكت وبيقول لنفسه انه فاشل ومالوش في الطبخ وكمان بيتكلم فار، لكن بيتفاجئ ان الفار فاهم كلامه، فمن الفرحه بيوقعه بالغلط في الميه وبينط يجيبه، وبعدها بيتفق معاه انه هيخرجه بس بشرط يعلمه يعمل الشوربه، فبيوافق الفار، بس اول ما بيخرج بيطلع يجري، لكن مره واحده بيقف وبيحس انها مش جدعانه منه انه يعمل كده، فبيرجع للينجويني وبيقرر ان هو يساعده، وبعدها بيروحوا هما الاتنين على بيت لينجويني، وبيوريله لينجويني المكان اللي هينام فيه، وبيبقى مبسوط لان الفيو بتاعه برج ايفل، وتاني يوم بيصحى لينجويني ما بيلاقيش ريمي، فبيهزق نفسه لانه وثق في فار، بس بيتفاجئ لما بيشوفه هو بيعمل له الفطار اللي بيعجبه طعمه جدا، وبياكل بسرعه، ولسه ريمي هياكل لقى لينجويني بياخده علشان يلحق الشغل. كولت بتقرا لكل الشيفات الكلام الحلو اللي كتبته الصحفيه عن المطعم بتاعهم وقد ايه الشوربه عجبتها، وبيدخل لينجويني المطبخ وبيبقى مخبي ريمي جوه هدومه علشان محدش يشوفه، وبيستغرب كل الموجودين من حركاته الغريبه، وبيجي سكينر وبيطلب منه ان هو يعمل الشوربه تاني، بس لينجويني بيبقى مش عارف يحط ايه من المكونات في الشوربه، وكمان ريمي بيبقى مش عارف يوصل لينجويني للمكونات اللي هو عايزها، وكل ما لينجويني يمسك حاجه غلط ريمي بيعضه، فبيضربه وبيدخل بيه المخزن الاكل، وبيتصدم لما بيشوف كل الخرابيش اللي في جسمه، وبيقول له انه مش هينفع كده وانهم لازم يلاقوا حل تاني علشان يقدروا يطبخوا مع بعض، بس ريمي بيبقى مش مركز معاه لانه جعان وما فطرش، فلينجويني بيفهم ان هو جعان فبيديله حته جبنه، وفجاه بيدخل سكينر المخزن فبيطفي لينجويني النور بسرعه وبيخبي ريمي، وبعدها سكينر بيفتح النور وبيبقى مستغرب لانه حاسس انه شاف فار، فبيزعق للينجويني لانه سايب الشغل وواقف هنا، وبيطلب منه ان هو يروح يكمل شغله، فبيخرج وبيكون مخبي ريمي تحت الطاقيه بتاعته وبيتحكم فيها عن طريق شعره لما كان هيخبط في الجرسون، وبعدها بيروح لينجويني للحمام وبينبهر لما بيلاقي ريمي بيقدر يتحكم في حركاته عن طريق شعره، وبتجيلهم هما الاتنين نفس الفكره المجنونه.
وفي البيت بيغطي لينجويني عينيه، وريمي بيتحكم فيها عن طريق شعره وبيبدأ يتحرك بيه، وبيدربها على طريقة الطبخ وتقطيع الخضار واختيارات المكونات المناسبة للأكل. وبعد يوم من التدريب بيبقى ريمي خلاص قادر إنه يتحكم في حركات لينجويني بالكامل. وتاني يوم بينجح لينجويني في طبخ الشوربة، وده طبعا بيكون بمساعدة ريمي اللي بيبقى مستخبي تحت الطاقية بتاعته. وبيدوق سكينر الشوربة وبتعجبه، بس بيعرف لينجويني إنه لازم يتعلم طبيخ كل أنواع الأكل علشان يكمل شغل معاهم. وبيروح لينجويني الكولت لأنها هي المسؤولة عن تعليمه، وبتفاجئ من أسلوبها العنيف في الكلام معاه، وبتقوله إنها البنت الوحيدة اللي في المطبخ، وبتقوله إنها تعبت قوي علشان تشتغل في المكان ده، وبتعرفه إنها مش هتضحي بمستقبلها علشان حتة زبال حظه ضرب. وبرغم من كده بتعجب لينجويني. وجوه المكتب بنشوف سكينر اللي بيستغل اسم جوستو علشان يبيع منتجات خاصة بيه. وبعد شوية وهو بيقرا الجوابات بيشوف الجواب بتاع ريناتا صديقة جوستو، وبيتصدم لما بيقرا الجواب ده، وبيتصل بالمحامي، وبيجي المحامي وبيقرا وصية جوستو اللي بتقول لو ما ظهرش أي وريث شرعي ليه بعد 2 من وفاته يروح المطعم وكل أملاكه للشيف المساعد اللي هو سكينر. وسكينر بيبقى هيموت من الغيظ، وبيقول إن هو عارف من الجواب إن ريناتا وجوستو كانوا استغفر الله العظيم يا رب، وإن لينجويني يبقى ابن جوستو. وبيفكر المحامي إنه فاضل له أقل من 2 شهور بس والسنتين يعدوا والمطعم وكل أملاك جوستو هيبقوا بتوعه. وبيقول له كمان إنه عارف من الجواب إن لينجويني الحمد لله ما يعرفش إن جوستو يبقى باباه، لأن ريناتا عمرها ما قالت له. فالمحامي بيمسك طاقية جوستو وبياخد منها شعرة، وبيطلب منه إنه يجيب له شعرة من لينجويني علشان يتأكد من الموضوع ده، وبيسيبه وبيمشي. وبنروح للحتة الطرية بنلاقيها بتعلم لينجويني أساسيات الطبخ وإزاي يحافظ على نظافة المكان، وكمان بتعرفه على الناس اللي بتجيب لهم الخضار، وبتدربه على استخدام السكينة بسرعة. وبالليل الزبائن بتطلب من الجرسون يقدم لهم نوع أكل جديد لأنهم جربوا كل الأكل اللي في المنيو. فالجرسون بيسيبهم وبيروح للمطبخ وبيعرف الشيفات إن الزبائن عايزين نوع أكل جديد، فسكينر بيبقى مش عارف يتصرف إزاي، فبتجيله فكرة إنه يلبس لينجويني في الموضوع ده. وبيروح وبيطلب منه يحضر وصفة قديمة لجوستو، والوصفة دي بيبقى فيها كلاوي وحلويات بصوص الأنشوجة وحاجات غريبة معاها. وبيقول له ما تقلقش كلت هتساعدك. فواحد من الطباخين بيروح يتكلم سكينر بالراحة بيقول له إن جوستو بنفسه قال على الوصفة دي كارثة، لكن سكينر بيسيبه وبيهموش الكلام ده. وبيبدأ لينجويني وكولت يحضروا في الوصفة الصعبة دي، وبيبقوا مستغربين من المكونات بتاعتها. فريمي بيشوف كولت وهي بتعمل الأكلة بس ما بتعجبهوش، وبيقرر ان هو يعملها بطريقته هو، وبيتحكم في لينجويني وبيبدأ ياخد مكونات جديدة من الشيفات. وبيستغرب كل الموجودين من تصرفات لينجويني الغريبة، وبتتضايق كولت لما بتشوف لينجويني وهو بيغير الوصفة وبتحاول تمنعه، بس ريمي بيبقى متحكم في لينجويني وبيكمل الوصفة بتاعته. وفي طبق التقديم بيمنع كولت على آخر لحظة وبيحط هو الصوص بتاعه، وبيجي الجرسون وبياخد الطلب وبيروح يقدمه للزباين اللي بيعجبهم طعمه جدا. وبيرجع يعرف كل الشيفات ان الزباين مبهورين بطبخ لينجويني وكمان عايزين 7 طلبات من الأكلة الجديدة. وبيبدأ ريمي يطبخ باستخدام لينجويني، وبتروح الطلبات للزباين اللي كل لما واحد فيهم بيشوفها بيطلب زيها، وبيزيد عدد الطلبات وريمي بيبقى سعيد وهو بيطبخ. وفي آخر اليوم بيحتفل كل الشيفات بنجاح لينجويني ما عدا سكينر اللي بيبقى متضايق ومستغرب من نجاحه، وبيتخض لما بيشوف فار في طاقية لينجويني. وبيخرج لينجويني من المطبخ وبيدي أكل لريمي علشان ياكل ويستريح. وهو راجع سكينر بياخد الطاقية بتاعته وبيتصدم لما بيلاقيش الفار جواها، وبيطلب منه ان يجي معاه المكتب. وبنروح لريمي اللي بيبقى سعيد وهو بياكل، وفجأة بيسمع صوت جاي من الزبالة، فبياخد سكينة وبيروح لمصدر الصوت، وبيتفاجئ ان مصدر الصوت ده بيبقى اخو ايميل اللي بيجري عليه وبيحضنه. وبيعرفوا ان هم دوروا عليه كتير جدا، فبيسيبوا ريمي وبيروح المخزن علشان يجيب اكل الايميل، وبيطلب منه انه يستمتع بطعمه. بس ايميل بياكل الاكل عادي بسرعة، وبيقول لريمي ان هو لازم يرجع معاه للعشيرة علشان يشوف باباه. وفي الوقت ده بيبقى سكينر بيشرب لينجويني البتاع اللي مش عايزه اقول اسمه علشان يخليه مش مركز، وبيسأله اذا كان بيحب الحيوانات الاليفة زي الفئران مثلا، وبيحاول يستدرجه في الكلام علشان يعرف هو اتعلم الطبخ منين. بس لينجويني ما بيبقاش مركز في اي حاجة خالص ومش عارف هو بيقول ايه اصلا، فبيتعصب سكينر وبيطلب منه انه ينظف المطعم قبل ما يمشي، وبعدها بيسيبه وبيروح. اما ريمي بيبقى رجع لباباه وعشيرته اللي بيحتفلوا بيه. وعلى الاكل ريمي بيقول لباباه ان هو مش هيقدر يعيش معاهم وهيبقى يعدي عليهم من وقت للتاني. فطبعا باباه بيتضايق من الكلام ده ولسه هيتخانقوا مع بعض. ايميل بيتدخل وبيمنعهم، وريمي بيقول لباباه ان هو بقى صديق لواحد من البشر، فباباه بيطلب منه ان يجي معاه علشان يوري له حاجه، وبياخده وبيروح لمحل مصايد الفئران، وبيعرفوا ان اللي بيقرب من البشر بيحصل له كده، وعلشان كده لازم كل فار ياخد باله من العشيره بتاعته. بس ريمي بيبقى رافض طريقه تفكير باباه
وبيقول له ان هو رايح لمستقبل احسن وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيرجع ريمي للمطبخ وبيتفاجئ لما بيلاقي لينجويني نظف المطعم كله ونام من كتر التعب. واول ما بيسمع صوت حد جاي بيجري وبيستخبى في الطاقيه بتاعه لينجويني، وبتدخل كوليت وبتتفاجئ من وجود لينجويني اللي بيبقى نايم بس ريمي هو اللي بيتحكم فيه. وبتتكلم كوليت معاه وبتساله عن اللي حصل ما بينه وما بين الشيف سكينر امبارح، وبتتضايق لما بتلاقيه ما بيردش عليها. وفي الوقت ده ريمي بيبقى بيحاول يصحي لينجويني لكنه ما بيعرفش، بس هو بيعمل لها حركه كده مش تمام، فبتتعصب وبتديله بالقلم على وشه وبتقول له انها غلطت لما علمته ازاي يكون شيف، وبتعرفه انها كانت هتبدا تستلطفه وبتسيبه وبتمشي. فبيصحى لينجويني وبيروح وراها وبيبقى عايز يعترف لها انه مش هو اللي بيطبخ وان في حد تاني هو اللي بيساعده، بس كوليت بتبقى مستغرباه ومش فاهمه منه حاجه. وبيبقى ريمي خايف ومرعوب لحسن لينجويني يقول لها الحقيقه ولسه هيعترف لها. ريمي بيخليه يعترف لها بحبه. وفي مكتب انطوان ايجو اشهر ناقد للطعام في العالم بيجي المساعد بتاعه وبيعرفوا ان مطعم جوستو سمعته اتحسنت، فبيتعصب ايجو وبيقرر يزور مطعم جوستو علشان يعمل له تقرير تمام ويقلل فيه من مستواه. وفي الوقت ده المحامي بيقول لسكينر ان التحليل الدي ان ايه اثبت فعلا ان لينجويني يبقى ابن جوستو، والكلام ده طبعا بيعصب سكينر وبيخليه يخرج عن شعوره، وبيقول للمحامي ان لينجويني بيخدعه ومصاحب فار. والكلام ده بيخلي المحامي يشوف سكينر مجنون وبينصحه انه يروح لطبيب نفساني، وبيفكروا ان وصيه جوستو هتنتهي بعد 3 ايام وساعتها المطعم وكل املاكه هتبقى ليه لوحده، وبيسيبه ويمشي. وفي اخر اليوم بيركب لينجويني الفيسبا مع كوليت وبيخرجوا مع بعض، وبالغلط بيوقع ريمي فبيجري بسرعه من البشر اللي كانوا بيحاولوا يقتلوه وبيرجع تاني للمطعم. وقبل ما بيدخل بيتفاجئ بإيميل اخوه جاي ومعاه شويه فيران عايزين ياكلوا، فبيضطر ريمي انه يدخل المطبخ علشان يجيب لهم اكل، بس بيلاقي باب المخزن مقفول وبيدخل مكتب الشيف علشان يجيب المفتاح. وبيتفاجئ لما بيشوف الوصيه بتاعه جوستو وبيقرر ان هو يقراها، وبيستغرب من وجود صوره لينجويني في الوصيه. وبيقرا الجواب بتاع ريناتا، وكمان بيشوف التحليل الدي ان ايه وبيعرف ان لينجويني يبقى ابن جوستو وهو الوريث الشرعي لكل املاكه. وفجاه بيدخل سكينر وبيشوف ريمي وهو بياخد الجواب والوصيه، فريمي بيجري بسرعه وسكينر بياخد الفيسبا بتاعته وبيجري وراه وبيعمل حوادث كتير جدا، وكمان بيقرب من ريمي وبيبقى على وشك ان هو يمسكه لكنه بيقع من على السلم، وريمي وهو بيجري الجواب بيطير منه فبيجري وراه بسرعه، وبيبقى سكينر بيقرب منه وبينط ريمي على الشجره وبياخد الجواب وكمان بيقدر يوصل للمركب، فبيتعصب سكينر وبينط للمركب هو كمان وبيفضل يجري ورا ريمي اللي بيجري من مركب لمركب تانية، وبينط سكينر وراه. وساعتها ريمي بيجري بسرعه وبيستغل الاوراق اللي معاه وبينط وبيطير في الهواء وبيروح لمركب بعيد، ولما سكينر بيجي يعمل زيه ما بيقدرش يوصل وبيقع في الميه. وبعد كده سكينر بيرجع للمطعم وبيستغرب من وجود لينجويني في المكتب، وبيتصدم لما الكل بتعرفوا ان هم عرفوا ان لينجويني هو صاحب المطعم، وبتنشر الخبر في الجرايد وكل الناس بتعرف ان لينجويني يبقى ابن جوستو وهو صاحب المطعم الجديد. وبعدها بيطردوا سكينر وبيولعوا في كل منتجاته، وكمان لينجويني بيشتري بيت جديد. اما بالنسبه لريمي بيبقى متضايق علشان ايميل كل شويه بيجيب له مجموعه جديده من الفيران علشان ياكلوا، وبيتعمل لقاء صحفي للينجويني وبيسالوه الصحفيين عن سر موهبته العظيمه، وبيبقى ريمي متوقع ان لينجويني هيكشف للعالم الحقيقه، بس بيتفاجئ لما لينجويني بيقول ان سر موهبته هي كوليت، فبيتعصب ريمي وبيطلع صوت مزعج. وفجاه بيدخل انطوان ايجو وبيرعب كل الموجودين وخصوصا لينجويني، وبيبقى ريمي شايف كل اللي بيحصل، وبيقول ايجو للينجويني ان هو بيعشق الاكل ولو ما عجبهوش ما بيبلعهوش، وبيعرفوا ان هو هيجي بكره بالليل علشان يدوق اكله، وبيسيبه وبيمشي. وبنروح لسكينر اللي بيكلم مفتش الصحه وبيعرفوا ان في فيران موجوده في مطعم جوستو، فمفتش الصحه بيقول له ان هو هيزور المطعم في اقرب وقت. وبعد شويه بنشوف لينجويني وهو بيزعق لريمي لانه كان مشتته ومخليه مش عارف يتكلم في اللقاء الصحفي، وبيخرجه من المطعم وبيزعق له وبيديله اجازه من الطبخ. وبيبقى سكينر السوسه شاف كل اللي حصل وفهم ان الفار هو اللي بيطبخ، وبتعصب ريمي جدا من لينجويني وبيتفاجئ بوجود ايميل وهو جايب اصحابه اللي عايزين ياكلوا برضه، فريمي بيعرفهم ان هو عامل لهم عزومه على العشاء بعد ما المطعم يقفل، وبيطلب من ايميل ان هو يجيب باباه والعشيره كلها. وبعد لما المطعم قفل بيدخل ريمي وباباه وكل العشيره لمخزن الاكل وبيقعدوا ياكلوا ويسرقوا الاكل، وفجاه بيتفتح الباب وبيستخبوا كلهم لما بيجي لينجويني اللي بيقعد يدور على ريمي، ولما بيشوفه بيعتذر له عن اللي هو عمله وبيقول له ان هو ما كانش هيعرف يعمل اي حاجه من غيره. وفي الوقت ده بيبقى ايميل اكل عنب كتير وبيقع وبيخرج كل العنب، والعنب بتيجي في لينجويني، ولما لينجويني بيقرب من المخزن بيتفاجئ بعدد كبير من الفيران وبيتعصب وبيزعق لريمي لانه سرقه، وبيطرده من المطعم هو وكل العشيره. وبيبقى ريمي زعلان جدا من اللي حصل وبيفهم ان كلام باباه كان صح. وتاني يوم لينجويني بيحاول يشجع الطباخين ويحمسهم لاستقبال انطوان ايجو لكنهم بيبقوا مش فاهمين منه اي حاجه. وفي الوقت ده بيبقى ريمي بيتفرج عليهم وبيتفاجئ بوجود ايميل اخوه اللي بيبقى جعان، ولما بيجي ياكل من الزباله ريمي بينقذه من
المصيده وبيتحبس هو فيها، وكلنا بنتفاجئ ان سكينر هو اللي معاه المصيده، وسكينر بيمسك المصيده وبيبقى سعيد لانه قدر يمسك ريمي وبيحطه في شنطه العربيه وبيطلب منه ان هو يخترع له اكله جديده وده علشان ما يقتلوش. وبيبقى ايميل مراقب كل حاجه من بعيد. وبعد شويه بيوصل انطوان ايجو للمطعم وبيطلب من الجرسون ان هو عايز ياكل احسن حاجه عند الشيف لينجويني، وبيبقى سكينر متنكر وقاعد على الترابيزه اللي جنب انطوان ايجو وطلب نفس نوع الاكل اللي طلبه انطوان ايجو. وبنشوف بابا ريمي وهو بيخلي واحد من الفيران يرمي التمثال على شنطه العربيه وبيدمرها، وبيروحوا يخرجوا ريمي اللي بيقرر ان هو يرجع للمطعم علشان يساعد لينجويني، وبيروح بابا واخوه ايميل وراه. وفي المطعم بنشوف الشيفات اللي بيبقوا متوترين ومش عارفين يقدموا ايه لانطوان ايجو، فالكلام ده بيوتر لينجويني وبيخليه يجري بسرعه يستخبى في المكتب. وفي الوقت ده بيدخل ريمي للمطبخ وبيشوفوا كل الشيفات، وقبل ما يهجموا عليه بيمنعهم لينجويني وبيعرفهم الحقيقه وان الفار هو اللي طبخ كل الاكل اللي عجب الناس، وكمان بيفهمهم ان هو كان مستخبي تحت الطاقيه بتاعته طول الوقت ده، وكمان هو السبب في زياره انطوان ايجو ليهم، وبيطلب منهم يساعدوه علشان يقدروا يقدموا الطلبات للزباين. وطبعا كل الشيفات بيبقوا مصدومين من اللي سمعوه وبيسيبوه وبيمشوا، وكمان كل بتتخلى عنه وبتمشي هي كمان، وبيزعل لينجويني لان مفيش حد هيساعده وبيسيب ريمي وبيدخل المكتب. بنروح لكل بنلاقيها بتعيط وبتقف في اشاره المرور، وبالصدفه بتشوف كتاب جوستو اللي بعنوان الطبخ للجميع. اما ريمي بيبقى حزين وبيروح لباباه علشان يعتذرله، لكن باباه هو اللي بيعتذرله لانه فهمه غلط وبيقوله ان هو اكتشف قد ايه ان ابنه شجاع، وبينادي على عشيره الفيران اللي بتتجمع كلها علشان تساعد ريمي. وفجأة بيدخل مفتش الصحة وبيتصدم من اللي بيشوفه وبيجري علشان يهرب، فبابا ريمي ومجموعة من الفيران بيجروا وراه وبيطلعوا فوق العربية علشان يمسكوه. أما ريمي بيخلي باقي الفيران يتعقموا علشان ما يلوثوش الأكل، وبيوزع كل فريق على مكان معين، وبينبهر لينجويني لما بيشوف الفيران وهي بتطبخ، وبيروح هو يقدم الطلبات للزباين وبيعتذر لهم عن التأخير. وجوه المطبخ بيبقى ريمي بيشرف على كل الفيران وهما بيطبخوا وبيدي لكل واحد فيهم نصيحة لما بيدوق الأكل بتاعهم. وبتدخل كلة المطبخ وبتتصدم لما بتشوف الفيران وهي بتطبخ، بس لينجويني بيفرح وبيروح لها وبيشكرها انها رجعت، وبتستغرب لما بتعرف ان ريمي عايز يقدم لانطوان ايجو خلطه بيضه بالصلصه. وبيرجع بابا ريمي ومعاه باقي الفيران وهما مكتفين مفتش الصحه وبيفتحوا المخزن وبيحبسوه جواه، وبيبدا ريمي يشرح لكل الطريقه اللي هتطبخ بيها الخلطه بيضه بالصلصه وبيضيف كل المكونات المطلوبه، ولما بيخلصها بياخدها لينجويني وبيقدمها لانطوان ايجو وكمان سكينر. واول ما انطوان ايجو بيدوق الاكل بيفتكر لما كان صغير ومامته كانت بتعمل له نفس الخلطه بيضه بالصلصه دي، وبتعجبه طعمها جدا لدرجه ان القلم بيقع من ايده، وبياكل وهو مستمتع بطعم الاكل اللذيذ. وبيتعصب سكينر علشان هما ازاي يقدموا وصفه زي دي عبيطه لواحد زي انطوان ايجو، بس لما بيدخل المطبخ بيتفاجئ بوجود الفيران، والفيران بتعمل معاه الصح وبتحطه جنب اخوه. اما انطوان بيشكر لينجويني على الاكل اللي طبخه، بس لينجويني بيعرفوا انه مش هو اللي طبخ وبيسيبه وبيروح يجيب كوليت، وبتقوله ان هو لو عايز يعرف مين هو الشيف اللي عمل الاكله يستنى لما كل الزباين تمشي، فبيوافق انطوان ايجو. وبعد لما كل الزباين بتمشي بيروح له لينجويني وكوليت وبيقدموا له ريمي وبياخدوه للمطبخ وبيبداوا يشرحوا له كل حاجه والطريقه اللي ريمي كان بيطبخ بيها. وفي الاخر ايجو شكرهم على العشاء وسابهم ومشي، وتاني يوم كتب في المقال بتاعه ان هو اكل وجبه لا مثيل لها من مصدر لم يتوقعه احد، وان الشيف اللي قدم له الوجبه دي اثار اعجابه وفهم معنى مقوله جوستو الشهيره اللي هي الطبخ للجميع. وبيأكد في المقال ان هو هيزور المطعم ده تاني، وبسبب المقال ده مطعم جوستو رجع تاني 5 نجوم بعد ما كان 3 بس للاسف الصحه قفلت المطعم بسبب الفيران اللي كانت موجوده في المطبخ. لكن لينجويني وكوليت فتحوا مطعم جديد وبقى عندهم زباين كتير ومن ضمنهم انطوان ايجو، وطبعا ريمي بيبقى هو اللي بيساعد كوليت في الطبخ وبيعيش هو وعشيرته الفيران في السطح. بيبدأ فيلمنا وبنشوف سبيريت وهو لسه مولود، ومامته كانت فرحانة بيه جدا وهي اللي بتربيه، والقطيع كله كان بيحتفل بيه، وسبيريت بيبقى حصان كله نشاط وحيوية وحابب الحياة جدا. ومن صغره مامته بتلاحظ فيه ان هو حصان قوي وشجاع، خصوصا لما بتلاقيه مش خايف من قطيع الجاموس الوحشي، وبتشوفه هو بيهزر مع الزعيم بتاعهم ومش بيمشي من قدامه غير لما مامته بتنده عليه، فبيروح لها على طول وهي بتبقى فخورة بيه جدا. وبعدها بتعدي السنين وبنشوف سبيريت وهو بيكبر وبيجري عشان يسابق النسر صديقه، وفعلا بيكسبه، وبسبب قوته وشجاعته بقى هو زعيم القطيع ومسؤول عنهم وعن حمايتهم من اي حيوان مفترس ممكن يهجم عليهم، والقطيع كله بيبقى حاسس بالامان جدا معاه. وفي ليله من الليالي سبيريت كان بيطمن على كل واحد من القطيع عشان يتاكد انهم في امان، فبالصدفه بيشوف نور من بعيد، فبيقول لمامته انه هيروح يشوف ايه حكايه النور ده، فمامته بتقول له لا عشان كانت خايفه انه يكون في خطر عليه.
بس سبيريت بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش، وبيطلب منها انها تفضل مع القطيع ويروح هو يشوف ايه حكاية النور ده. وفعلا بيسيبها وبيمشي وبيفضل يجري لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه النور، وبيتفاجئ ان في خيول مربوطة، فحصان فيهم بيقوله امشي بسرعة واهرب. فسبيريت مهربش لانه ما كانش خايف من اي حاجة، وقرب اكتر من الناس اللي كانوا نايمين. وبتبقى دي اول مرة سبيريت بيشوف فيها بشر، ولما بيقرب من جزمة بتاعت واحد من الصيادين بتلزق في وشه، فبيرميها وبتيجي على واحد من الصيادين اللي كانوا نايمين، وبيفتكر ان زميله هو اللي عمل فيه كده ولسه هيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. الصياد شاف سبيريت وقال لصاحبه انه حصان بري جميل، وقرروا انهم يمسكوه، فقاموا بالراحة ومسكوا حبل عشان يرموه عليه ويمسكوه. لكن سبيريت حس بيهم وطلع يجري، فزعيم الصيادين قال لهم يلا اجهزوا عشان نمسكه. فالصيادين طلعوا يجروا وراه، وسبيريت قدر ان هو يجري ويستخبى من الصيادين، والصيادين عدوا من المكان اللي سبيريت مستخبي فيه ومحدش فيهم شافه. فبعدها ظهر سبيريت ورخم عليهم ووقع واحد فيهم من على الحصان، وبعدها سابهم ورجع للقطيع بتاعه، وافتكر ان الموضوع كده خلاص وانتهى والصيادين هيسيبوه هيمشوا. فلما رجع للقطيع عشان يطمنهم عليه سمع صوت الصيادين وهم جايين عليه، فطلب سبيريت من القطيع بتوعه انهم يهربوا بسرعة، وبيرجع لهم سبيريت عشان الصيادين ما يشوفوش القطيع بتوعه، وفضل يجري منهم لحد ما لقى نفسه في مكان مسدود. فالصيادين افتكروا ان هو كده اتحبس وهيقدروا يمسكوه، بس سبيريت قدر ان هو يطلع على الجبل ويوقع واحد فيهم من على الحصان، وبيطلع يجري عشان يهرب منهم. وهو بيجري واحد من الصيادين رمى عليه حبل وسحبه ووقعه على الارض، ولسه سبيريت هيهجم عليه باقي الصيادين رموا عليه الاحبال اللي معاهم، وبيتجمعوا حواليه كل الصيادين وبيربطوه بالاحبال. فبيحاول سبيريت انه يهرب منهم بس ما بيعرفش بسبب الاحبال الكتير اللي مربوط بيها. وفجأة بيبص سبيريت بيشوف مامته والقطيع جايين عشان ينقذوه، فبيمنعهم وبيطلب منهم انهم يمشوا بسرعة عشان ما يتقبضش عليهم هم كمان. فمامته والقطيع بيسمعوا كلامه وبيمشوا، وبعدها بيطلب سبيريت من الخيول اللي مع الصيادين انهم يساعدوه. فالخيول بيزعلوا لانهم مش قادرين يعملوا له اي حاجة، وبعدها بياخدوا الصيادين وبيمشوا بيه. وطول الطريق بيحاول ان هو يهرب منهم باي طريقة بس مش بيقدر. ولما بيشوف النسر صديقه بيطلب منه مساعدته، بس النسر ما بيعرفش يقرب منه بسبب الصيادين، فبيضطر سبيريت انه يمشي معاهم لحد ما بيوصلوا لمعسكر في الصحراء للجيش الامريكي. ولما بيدخل سبيريت المعسكر بيستغرب بسبب انه شايف عدد كبير من العساكر المسلحين ومعاهم برضه عدد كبير من الخيول، وبيحاولوا مجموعة من العساكر انهم يسيطروا على سبيريت، بس هو بيقاومهم وبيرفض ان هو يستسلم. فقائد المعسكر بيضرب نار في الهواء عشان يخوف سبيريت، وبعدها بيقرب منه القائد وبيشاور عليه بعصايته وبيقول للعساكر انهم روضوا خيول كتير قبل كده وان الحصان ده مش هيختلف عنهم في اي حاجه. فسبيريت بيكسر له عصايته، فبيتضايق منه القائد جدا وبيقول للعساكر ان الحصان ده لازم يتعاقب. فبياخدوه العساكر وبيربطوه في المكان المخصص للأحصنة الجديدة. ساعتها بيروح له الحلاق عشان يقصله شعره، بس أول ما قرب منه سبيريت عضه في إيده، فالحراس ربطوا بقه ورجع الحلاق عشان يحلق له شعره من تاني. فسبيريت مال بجسمه على إيده، فالحلاق من كتر الألم وقع على الأرض. فبدأت كل الخيول تنبهر بسبيريت، والعساكر بعدها شدوا عليه الحبال عشان ما يقدرش يتحرك تاني. وقتها بس قدر الحلاق انه يقصله شعره، واول ما الحلاق راح عشان يركب له الحدوة سبيريت ضربه ووقعه على الارض. فالعساكر ربطوا رجليه تاني، بس سبيريت عشان عنيد برضه مسكتش وعرف يضرب الحلاق تاني. فبعدها الحراس اضطروا ان هما يربطوا كل حتة في جسمه، وجيه الوقت اللي الحلاق المفروض يعمل له العلامة اللي في كل الخيول بتاعتهم. فأول ما الحلاق قرب من سبيريت عرف يفك بقه وضربه براسه، والخيول وقتها كانت فرحانة بيه وبتحييه. فالقائد قال لهم ياخدوا الحصان ده على الساحة عشان الحصان ده ما بيسمعش الكلام ومحتاج ترويض. وفعلا العساكر بياخدوه وبيركبوا له اللجام عشان يعرفوا يتحكموا فيه، وبيجي عسكري وبيركب عليه عشان يروضه. فسبيريت بيفضل يلف بيه لحد ما بيوقعه، وبيبص بعدها القائد المعسكر، فالقائد نزله عسكري تاني وبرضه سبيريت بيوقعه وبيرميه بره الساحة. فبتنبهر كل الخيول بيه، فبينزلوا القائد واحد تالت ورابع، وكلهم كانوا بيحصل فيهم نفس الحكاية. وبعدها سبيريت بيروح يخوف كل العساكر، وبعدين بيروح للقائد وبيبص له بص التحدي وكأنه بيقول له تعالى وريني نفسك.
فالقائد ما خافش منه وأمر الحراس إنهم يربطوه في عمود ومحدش يحط له لا أكل ولا مية لمدة 3 أيام. وفعلا بيربطوه في عمود في نص ساحة التدريب، ومهما حاول سبيريت إنه يقطع الحبل ده ما بيقدرش، وكان صعبان على الخيول قوي لانه واقف في الحر من غير ميه. وبالليل بيبص للسما وبيبقى زعلان عشان نفسه يروح لمامته ويطمن على القطيع بتوعه. وفي اليوم اللي بعده طلع القائد واستغل ان سبيريت عطشان وقعد يشرب قدامه عشان يضايقه اكتر. وفجأة بيدخلوا الحراس ومعاهم واحد من قبائل الهنود الحمر، وبيقولوا للقائد انه اسمه كين وانه كان بيسرقهم. فبيقول لهم القائد يروحوا يربطوه ويحرموه هو كمان من الاكل والشرب. وهم ماشيين بيه كين لفت نظره سبيريت، وبعدها العساكر ربطوه. فكين كان بيحاول يتكلم مع سبيريت بس سبيريت ما بيردش عليه لانه خلاص ما بقاش عنده امان لاي بني ادم. وبالليل كين كان بيعمل صوت شبه صوت البومه، فسبيريت كان مستغرب بس كان حاسس ان هو بيتكلم مع حد بره المعسكر. وفجأة بتترمي سكينه جنب كين، فبيقدر كين ياخدها قبل ما حد يشوفه. وساعتها بيسمع سبيريت صوت الجرس بتاع الطابور، وفي الطابور واحد من الحراس بيقول للقائد تحركات الهنود الحمر وانهم محتاجين دوريات حراسة زيادة. لكن القائد ما كانش مركز معاه وسأله هو سبيريت مربوط بقاله قد ايه، فقال له الحارس انه عدى 3 ايام من غير لا اكل ولا شرب. فقال لهم طب تمام، وراح عشان يروضه. وسبيريت حاول يوقعه بس معرفش، وفضل يحاول بس ما قدرش بسبب انه بقاله 3 ايام من غير لا اكل ولا شرب، فطبعا قوته اتأثرت. وفي نفس الوقت القائد كان خايف يقع من عليه ويبقى شكله وحش قدام الحراس. وفضلوا على الحال ده لحد ما تعب سبيريت، والخيول كلها كانت مستغربة لانه كان الامل الوحيد ليهم عشان يخرجوا من هنا. اما قائد المعسكر فكان فخور بنفسه لانه الوحيد اللي موقعش من عليه، والحراس كلهم كانوا بيحيوه. وسبيريت وقتها ما كانش قادر يبص للخيول في عينيهم. وبعدها قال لهم القائد ان اي حصان ينفع يتروض مهما كان درجة عنده. فساعتها سبيريت جمع قوته وقطع الحبل بسنانه ووقع القائد وجابه كده وش لوش، وبعدها راح رميه في الهوا ووقعه بره الساحة. فالخيول كلها فرحت وحيت سبيريت على شجاعته. اما القائد فبيكون متغاظ منه جدا ومسك مسدس الحارس وبيروح عشان يموت سبيريت. فساعتها كين قطع الحبل اللي مربوط بيه وبيروح بسرعة بيوقع المسدس من ايد القائد وبيمسك في سبيريت، وسبيريت بيطلع يجري بيه وبيكسر الخشبة اللي مربوطة فيها الخيول عشان يهربوا. وكين بعدها ضرب حارس من الحراس وخد منه البندقية، وفضل سبيريت يجري وبيدخل الاسطبل اللي فيه كل الخيول. فبالبندقية كين فتح الباب وعدوا منه هو وكل الخيول، وبيفضلوا يجروا كلهم لحد ما بيخرجوا بره المعسكر. وبيجري سبيريت وهو سعيد عشان اخيرا هيرجع للقطيع. وبيلاقي كين بينده على حصانة جميلة اسمها رينو، وبيجوا بعدها 2 اصحاب كين وبيمسكوا سبيريت. فسبيريت بيتضايق لانه اتمسك تاني، وبيمشوا كلهم لحد ما بيوصلوا للقبيلة بتاعت كين. فكين بيروح له وبيشيل من على وشه اللجام، فمن كتر التعب سبيريت بينام على طول. وتاني يوم لما صحي لقى كين سايب له مجموعة من التفاح جنبه فكلهم على طول. وبعدها بيبص شاف رينو ولقى ان كين بينده عليها، فرينو ما راحتش لسبيريت وراحت لكين وقعدوا يلعبوا مع بعض. وسبيريت كان مستغرب قوي من علاقة رينو بكين، فحس ان كين مختلف عن باقي البشر. وبعدها كين كان بيحاول يروض سبيريت بس سبيريت رفض وطلع يجري وراه لحد ما وقعه. فرينو راحت له وزعقت له عشان بيخوف صاحبها، فسبيريت قال لها خلاص هتنزل المره دي. فكين وقتها بتجيله فكره وبيروح يربط سبيريت برينو وبيقول لرينو حاول تهديه، وبيسمح لهم بعدها بالخروج. فبيخرج سبيريت وبيفضل يجري عشان يرجع لمامته والقطيع، لكن رينو بتبقى مش عايزه تروح معاه وتسيب كين، فبتقعد على الارض عشان ما يعرفش يسحبها. وبعدها بتقوم وبتبص له بصه كلها حنان، وهي في نفس الوقت بتكون لفه الحبل حوالين رجليه، وبعدها بتشد الحبل وبتوقعه على الارض. فبيقع سبيريت على الارض وبيقع كمان في حبها، وبيوافق انه يرجع معاها لكين. وبتاخده رينو وبيتفرجوا على القبيله، وبيشوف سبيريت اهل القبيله وبيلاحظ انهم بيعاملوا الخيول معامله كويسه. وبيلعب سبيريت مع بنوته صغيره، وسبيريت ما كانش بيسيب رينو وبيكون معاها في كل مكان. وبيلاحظ انها عايزه تفاحه فبينط وبيقطفها لها وبعدها بيديها لها، بس هي بتخليه ياكلها معاها. وبنفهم انها هي كمان حبته. وبعد كده
كين وسبيريت بنلاقيهم بيلعبوا مع بعض، وبيحاول كين انه يركب عليه، لكن سبيريت كان بيجري منه، بس وقف مرة واحدة واداله الامان انه يركبه. راح له كين وهو مش مصدق، ولسه هيركبه سبيريت هزر معاه ووقعه على الارض، فضحكوا عليه كل اصحابه، فاتضايق سبيريت وجري عليهم وخوفهم ووقعهم هما كمان. وساعتها فهم كين ان سبيريت حصان ما يقدرش حد انه يروضه، فبيروح يفتح له الباب وبيقول له انت دلوقتي حر. فبيخرج سبيريت وهو مش مصدق اللي حصل، وبيروح لرينو وبيقول لها ترجع معاه لمامته وللقطيع بتوعه، بس هي بترفض تمشي معاه عشان كين. وفي الوقت ده بنشوف القائد ومجموعة من العساكر وهم جايين عشان يهجموا على القبيلة، فبترجع رينو عشان تنقذ كين، وبيرجع معاها سبيريت وبيلاقي القبيلة بتحارب العساكر، وبيركب كين على ظهر رينو وبيجري عشان يضرب قائد المعسكر. ولما القائد بيجي يضرب كين بالنار رينو بتحميه والرصاصة بتيجي فيها هي، وبعدها بتقع هي وكين في النهر. ولسه القائد هيضرب كين بيجي سبيريت بسرعة وبيوقعه، وبيشوف سبيريت رينو والنهر بيسحبها، فبيجري بأقصى سرعة عشان يلحقها، وبينط بعدها في المية وبيقدر يمسكها، وبيفضل يحاول انه يطلعها، لكن ضغط المية بيبقى جامد، فالمية بتجري بيهم لحد ما بيوصلوا للشلال وبيقعوا من عليه. وبعدها بتخرج رينو، ولما بيروح لها سبيريت بيلاقيها تعبانة جدا ومش قادرة انها تتحرك، فبيخاف عليها جدا وبيقعد جنبها وبيبقى نفسه انها تبقى كويسة. وبعد شوية بيجوا مجموعة من العساكر وبيمسكوا سبيريت، وسبيريت بيبقى مش عايز يسيب رينو وبيفضل يقاومهم لكن ما بيقدرش، وبيزعل لما بيشوفها وهي مغمى عليها وبيفتكر انها ماتت، ساعتها بس بيستسلم وبيروح معاهم. وكين بعدها بيجي وبيزعل جدا على رينو وبيشوف العساكر وهم واخدين سبيريت، فبيقرر ان هو ينقذه زي ما هو نقذه. وبنروح لسبيريت وبنلاقيهم بيركبوه جوه القطر، ولما بيدخل جوه القطر بيشوف الخيول بتاعه الهنود الحمر وكلهم بيبصوا لبعض بحزن وزعل، وسبيريت بيبقى مكتئب لانه بيبقى فاكر ان رينو ماتت. وبيتحرك القطر وفي الطريق سبيريت بيفتكر كل اللي حصل له، وبيفتكر مامته والقطيع بتوعه، وبيفتكر كمان ان هم محتاجينه، فبيجمع قوته تاني وبيفكر ازاي يرجع لهم. وبعد شوية القطر بيقف وبيخرجوا كلهم من القطر، وسبيريت بيبقى مستغرب من المكان جدا ومش عارف هو هنا ليه. هو بيسمع البشر وهم بيتكلموا وبيفهم انهم هيخلوا كل الخيول تزق عربيات القطر عشان يربطوها ببعض. وفي الوقت ده كين بيبقى مراقبهم ومستني الفرصة اللي ينقذ فيها سبيريت. اما عمال السكه الحديد فبيكونوا رابطين سبيريت وكل الخيول في العربيه اللي بتسحب القطر عشان يسحبوها لاعلى الجبل، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لقمه الجبل. وساعتها سبيريت بيشوف العمال وهم شغالين وبيعرف ان السكه دي هتوصل العساكر للقطيع بتوعه، فسبيريت بيبقى مش عايز يمشي، وبيلاحظ انه لما وقف العربيه اللي بتسحب القطر بترجع لورا، فبتجيله فكره انه يعمل نفسه تعبان، فالعمال بيفكوه وبيخرجوه بره الصف. وبعدها سبيريت بيستغل الفرصة وبيفك نفسه وبيطلع يجري وبيروح للحديدة اللي ماسكة السلاسل وبيكسرها، وبيقول للخيول يهربوا بسرعة. وساعتها العمال بيحاولوا انهم يوقفوا العربية، بس مهما حاولوا ما بيقدروش، فبيضطروا يسيبوها وبيجروا. ولسه سبيريت هيجري هو كمان، العسكري بيربطه بسلسلة، بس هو بيهجم عليه وبيهرب منهم. ولما بيشوف العربية بتقع عليه بيطلع يجري وبيفضل يجري بأقصى سرعة عنده، وبنشوف العربية وهي كانت خلاص هتقع عليه، لكن سبيريت بيجري بسرعة وبيقدر يتفاداها. والعمال بيخافوا لما بيشوفوها وهي بتقع ونازلة عليهم من على الجبل وجاية عليهم. وبنرجع لسبيريت اللي بيفضل يجري عشان يبعد عن العربية اللي هتقع عليه، وبينط بعدها فوق عربية قطر تانية، فبتنصدم العربية فيها وبينفجروا في بعض والغابة كلها بتتحرق. فبيحاول سبيريت انه يهرب وبينط من فوق شجرة وقع على الارض، فالسلسلة بتتعلق في الشجرة وسبيريت كان خلاص هيموت. ساعتها بيجي كين وبينقذه على اخر لحظة وبيطلع يجري بيه بسرعة وبينطوا هما الاتنين في النهر. وكين كان فرحان انه قدر ينقذه، وسبيريت بيكون فرحان هو كمان وبيفضل يلعب معاه. وشوية وبيجوا القائد والعساكر تاني وبيفضلوا يضربوا نار عليهم، فبيجروا بسرعة لكن كين بيقع، فبيرجع له سبيريت وبياخدوا وبيهربوا وبيفضلوا يجروا والعساكر يجروا وراهم. وكين بيجيب خشبة وبيحطها بين جبلين فبتخبط فيها العسكري، وبيكملوا بعدها جري
وبيجيلهم عسكري تاني فبيضربوا كين برجله وبيوقعوا، وبيفضل سبريت يجري لحد ما بيقف على مكان عالي، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه ومفيش قدامهم غير انهم ينطوا ويروحوا للجبل التاني. بس المشكلة ان المسافة ما بينهم بتبقى كبيرة جدا، فسبريت بيتشجع وبيقرر انه يفاجئ كين وينط بيه، وبيجري بسرعة وبينط بيه للناحية التانية. وفي اللحظة دي القائد كان مندهش جدا، وكين كان في منتهى السعادة، وبيوصلوا للجبل التاني ولسه العسكري هيضربهم بالنار، القائد بيمنعه وبيحيي سبريت على شجاعته، فسبريت بيرد له التحية، وبعدها القائد بيسيبهم وبيمشي. فبيفرح كين جدا وبياخد بعدها سبريت وبيرجع بيه على القبيلة، وبيفرح سبريت لما بيلاقي رينو لسه عايشة، وقال لها كين انها تسيبه وترجع مع سبريت، وقال لها كمان انه عمره ما هينساها وانه هيبقى مطمن عليها طول ما هي مع سبريت. فودعته ومشيت مع سبريت، واخيرا رجع تاني لمامته وللقطيع بتوعه واطمن انهم بخير، وبيجري بعدها سبريت وراه كل القطيع بتوعه وهو مبسوط وفرحان. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب. باي باي.